في جو مليان رعب وفوضى، الأنمي بيبدأ لما التنانين بتهاجم بشراسة مملكة ريديل، وجيش المملكة رد بكل قوته، والسحرة استخدموا طرق مختلفة علشان يجرحوا التنانين ويطردوهم، بس مفيش ولا تنين اتأذى، والمحاربين اكتشفوا إن هم لازم يضربوهم في نص عينيهم بالضبط، وكانوا قربوا يهزموا واحد من التنانين بس هرب وطار لفوق في السماء. في اللحظة الحاسمة دي قائد الجيش أمر الجنود إن هم ينظموا صفوفهم علشان محتاجين وقت علشان يعملوا تعويذه سحريه. فجاه زلزال ضخم حصل ارعب الجيش كله، وقتها ظهر التنين الاسود العملاق، ودي كانت تاني مره يظهر في المملكه دي على مر التاريخ. وبعيدا عن ساحه المعركه بنروح لقصر الاميره في اوضه ايزابيل بنت الامير. ايزابيل رفضت ان هي تهرب ومش عاوزه تسيب ابوها والجيوش لوحدهم، واعتبرت ان دي خيانه، وحست ان هي مش هتقدر تتخلى عن شعبها حتى لو دوت كلفها حياتها. ومع تصاعد الهجمات التنانين كانوا بيهاجموا المدينه بوحشيه، وايزابيل طلبت من الخدامه بتاعتها اجاسا ان هي تمشي وتكون في امان لوحدها، وشكرتها على كل السنين اللي خدمتها وكانت معاها فيها. بس اجاسا رفضت تمشي وقالت ان هي هتفضل معاها لحد النهايه، وده خلى ايزابيل تحس بامتنان عميق. في اللحظات المتوتره دي في ولد جه يجري وقال لهم ان ساحره من العاصمه قتلت التنين الاسود، وقال انها الساحره الصامته وان هي هزمت التنين الاسود لوحدها. الخبر ده خلى ايزابيل تعيط من الفرحه وقربت تقع على الارض، بس اجاسا ساندتها. لكن الفرحه ما كملتش، مجموعه من التنانين طارت فوق راسهم وبدات تدمر المدينه كلها، وايزابيل اعتقدت ان هم جم ينتموا للتنين الاسود. وفعلا تنين قرب من قصر ايزابيل وهاجمها وكان هيقتلها، بس تم انقاذها في الوقت المناسب بضربه برق قويه ضربته. وهنا بنتحول لمونيكا الساحره الصامته اللي كانت ورا الانقاذ ده. مونيكا استخدمت السحر بتاعها وعملت باب سحري والقت تعويذات واطلقت صواعق البرق على التنانين وقضت عليهم كلهم. وبعد ما المعركه خلصت بنلاقي ان مونيكا في بيتها نايمه على مكتب مليان كتب سحر كتير. واحده صاحبتها جت وجابت لها اكل، ومونيكا فتحت الباب علشان تدخل، واول ما دخلت صاحبتها حطت الاكل على الترابيزه وقالت ان المكان مكركب كالعاده، وسالتها اذا كانت الكتب دي مهمه علشان هي عاوزه ترميها، بس مونيكا قالت لها انها مهمه جدا. فالبنت وقتها قالت لمونيكا ان من 3 شهور الحدود الشرقيه تعرضت لهجوم من التنانين، وتنانين كتير مجنحه ظهرت جنب القريه بما فيهم التنين الاسود، وبتقول ان سمعت ان واحد من الحكماء السبعه احسن السحره في البلد هو اللي هزمه، وبالتحديد كانت اصغر واحده في الحكماء السبعه. واضافت ان الساحره الصامته طردتهم كلهم علشان هي الوحيده اللي تقدر تستخدم السحر من غير تعويذات، ودوت كان شيء مدهش جدا. المهم بعد كلامهم مونيكا ادت لصاحبتها مبلغ من المال، صاحبتها اعتبرته كتير قوي، بس مونيكا اصرت وقالت دوت علشان هي دايما بتجيب اللي هي عاوزاه على طول. فصاحبتها اتفاجئت قوي وسالت مونيكا انت بتشتغلي ايه علشان معاكي الفلوس الكتير دي كلها؟ فمونيكا قالت لها ان هي بتشتغل في الرياضيات. وهنا حصل تطور مقلق، لان صاحبتها قالت لها ان في راجل جه للقريه بتاعتهم برضه بيشتغل في الرياضيات، وسال عن مونيكا وادعى ان هو صاحبها وعاوز يقابلها، علشان كده هي ورته الطريق. ولما مونيكا سمعت دوت ارتعشت، لان فجاه مونيكا سمعت صوت صاحبها ودوت افزعها، فبصت وراها وشافت الراجل واقف عند الباب وكان بيستعد يسلم عليها، بس مونيكا بسرعه قفلت الباب في وشه من الخوف. فالراجل فتح الباب تاني ومونيكا كانت ترتعش وبتحاول تخلي الباب مقفول، لكن الراجل قدم نفسه ان هو لويس وطلب منها ان هي تبعد عن الباب. فمونيكا اعتذرت وبعدت عن الباب بتاعها علشان لويس يقدر يدخل. بعدها لويس شكر صاحبه مونيكا علشان دلته على المكان، وبعد كده صاحبتها مشي. لويس قال لها ان هو ما شافهاش من زمان، وان ده باسمها الحقيقي الساحره الصامته اللي من الحكماء السبعه، وهي السيده مونيكا افريت. وبعد ما دخلوا بيت مونيكا استخدمت السحر بتاعها علشان تروق المكان وترص الكتب في اماكنها، وبنعرف ان هي بتقدر تستخدم السحر من غير ترتيل علشان هي عبقريه. وقصه ازاي مونيكا اتقنت السحر دوت بترجع لانها لما كانت بتدرس في معهد مينيرفيا بتاع تدريب السحره. مونيكا كانت خجوله جدا وكانت بتلاقي صعوبه في التعامل مع الناس، وكل ما كانت بتقابل حد غريب كانت بتبدا ترتعش وما بتعرفش تتكلم. في اسوأ الحالات كانت بتفقد الوعي كمان، وما كانتش عارفه ترتل تعويذات السحر وكانت على وشك الرسوب، لحد ما جات لها فكره لو القلق بتاعها بيمنعها من الترتيل قدام الممتحنين، فهي اقترحت على نفسها ان هي تستخدم السحر من غير ما ترتل التعويذات. بعد كده البنت العبقريه اتقنت التعويذات من غير ترتيل. وبنرجع للحاضر ومونيكا كملت ترويق وكانت بتتعثر وتقع على الارض وهي بتعمل ده. فلويس شاف ان هي لسه بتهدر طاقتها وطلب من الخادمه بتاعته اللي اسمها رين ان هي تحط حاجز كاتم من الصوت. فمونيكا اتفاجئت لما الحاجز الصوتي اتفعل، فكرت مع نفسها لو البشر يقدروا يتحكموا في المعنى من غير تعويذات ما كانتش اضطرت ان هي تتقن السحر اللي من غير ترتيل. ولويس وقتها قال لها ان هو جه بيتها علشان عاوز منها حاجه، وشرح لها ان هو كان بيخدم كحارس شخصي للامير الثاني باوامر سريه من جلاله الملك، وعلى الرغم من ان هو ولاؤه كان للامير الاول الا ان هو تم تكلفته بالمهمه دي لسبب ما وكان عنده شكوك ناحيتها، بس التكهن بنوايا الملك هيكون قله احترام، علشان كده مش هيقول اكتر من كده. ولويس شرح لها ان هو طلب منه ان هو يحمي الامير الثاني من غير ما يخليه يعرف. والامير اللي اسمه فيليكس كان بيدرس في اكاديميه سوريدينيا وهي مدرسه داخليه مرموقه، ولويس قدر ان هو يتسلل الاكاديميه بس ما كانش منطقي علشان سمعته ووسامته ما كانتش مناسبه للنوع دوت من التخفي. فرين لما سمعته بيقول كده بتقول ان هي شايفه ان دوت نوع من الغرور من ناحيه لويس، بس لويس ما اخدش برايها في الاعتبار واعطى لمونيكا قطعه سحريه معقده، وهي حاجز بيجمع بين التتبع والتواصل ومجهز بالكشف عن المخاطر والدفاع السحري الجسدي قصير المدى. لويس تفاجأ
ان مونيكا هي اللي قالت كل الكلام دوت لما بصت مجرد البص كده على ده بيؤكد مهاراتها السحريه الاستثنائيه، وقال لها ان كلامها صح وان دوت كان عنصر سحري وقائي هو اللي صممه بنفسه، وشرح لها ان هو اعطى البورش دوت للملك اللي اعطاه للامير فيليكس كهديه، وبكده بيسمح له ان هو يعرف مكان الامير ويتتبعه في كل الاوقات. فمونيكا سالت وهي قلقانه هو دوت مش تجسس، بس بالنسبه للويس دوت كان طبيعي بما ان هو مامور بتتبع وحمايه الشخص دوت. فمونيكا فكرت انه هيكون في مشكله لو الامير اكتشف، بس لويس شاف قلقها على ان هو مبالغ فيه، وقال لها مقوله اللي ما يعرفش ما يضرش. وبعد كده شرح لها الوضع المحبط اللي هو واجهه. الملك كان ادى البورش للامير كهديه، بس الظاهر ان هو اتكسر تاني يوم بعد ما استلم، ودوت حصل بعد ما لويس كرس اسبوع كامل من الجهد اللي من غير نوم ولا راحه ولا اكل ولا اي حاجه، وكل شغله راح في يوم واحد. طبعا لما البورش اتكسر لويس ما قدرش يمنع نفسه من الضحك على السخريه المره دي، وبالذات ان هو تحمل الانفصال عن مراته علشان يصمم القطعه المعقده دي، وبدا يضحك بمراره وهو بيتذكر الموقف المؤلم. فمونيكا سالته وهي قلقانه هل الامير الثاني بخير، بس لويس طمنها ان هو كويس رغم ان هو مجهد جدا. شرح لها انه لما البورش انكسر الامير جمع قواه، وشرح لها ان لما البورش اتكسر مع الامير لويس جمع قواه وجري على الاكاديميه، ولما وصل هناك قالوا له مفيش حاجه مهمه حصلت وان البورش اتكسر بالصدفه. في المرحله دي لويس ما قدرش يكتم غضبه، علشان كده كسر البورش بايده بالاحباط، وسال مونيكا انت فهمت انا عاوز اقول ايه؟ بس مونيكا ما فهمتش اي حاجه من التعقيد دوت. وفي النهايه لويس طلب منها بصراحه ان هي تروح الاكاديميه وتحمي الامير الثاني، بس مونيكا رفضت بشده لانها ما تعتقدش ان هي تقدر تعمل كده. ومع ذلك لويس شافها على ان هي الشخص المثالي للمهمه، وان هي جزء من المجتمع الراقي على عكسه، وحتى في المناسبات الرسميه كانت بتغطي راسها وبتتكلم بصوت واطي علشان كده محدش يعرف وشها الحقيقي. وعمر ما حد فكر ان بنت بسيطه زيها بتنتمي للحكماء السبعه المرموقين، ودوت خلى مونيكا تحس بخوف شديد. مونيكا حاولت تعترض بيأس، بس لويس رفض دوت لانها تقدر تستخدم السحر من غير ترتيب، ودوت مثالي لتوفير الحمايه السريه. مونيكا عيطت كتير لانها مش عاوزه العبء التقيل دوت، ولويس قال لها بصرامه ان هي انضمت للحكماء السبعه من سنتين بس لسه في البيت دوت وساجنه نفسها ومنغمسه في الاعمال الورقيه فقط. صحيح مونيكا قتلت التنين من 3 شهور، بس لويس في ال3 شهور اللي فاتوا قتل 3 تنانين، وهو مش شايف اي فايده في التباهي بدوت. شرح لها ان هي واحده من اعظم السحره في المملكه لانها واحده من الحكماء السبعه، ورب منها وقال لها ان في افعال محدش يقدر يعملها غيرها، وسالها هي اذا كانت عارفه دوت ولا لا، ودوت خلى مونيكا خايفه جدا، وقالت له ان هي انضمت للحكماء السبعه كاحتياطي فقط. بس لويس شرح لها ان هو حصل على المسؤوليه الكامله لحراسه الامير الثاني من جلاله الملك، دوت معناه ان مفيش حل غير ان هي تقبل بالمهمه. فمونيكا استسلمت وهي قرفانه ووافقت، ولويس كان عاوز يقول لها شويه تفاصيل مهمه علشان كده هي سمعت ليه بانتباه، وقال لها انه من زمان كان في بنت ملهاش اهل في دير في اراضي الكونت كيربيك، والكونتيسا كيربيك اللي فاتت شافت شبه بين البنت وجوزها اللي مات، علشان كده قررت تتبناها. البنت استمتعت بحب الكونتيسا وكبرت وهي سعيده وراضيه. فمونيكا اتاثرت جدا بالقصه المؤثره دي، بس القصه ما خلصتش بسعد لان الكونتيسا جالها مرض خطير وماتت، وبعد ما البنت خسرت وصيها الطيب بقت مكروهه من بنت الكونت القاسيه واضطرت تشتغل خدامه. وبعد ما بنت الكونت اتقبلت في اكاديميه سوريدنديا البنت اضطرت ان هي ترافقها كخادمه ليها، ودوت خلى مونيكا تحس بحزن شديد على البنت المسكينه. بس لويس قال لها ان هي هتلعب دور البنت الخدامه دي، ودوت صدم مونيكا بعمق، وفضلت لحد الليل متفاجئه ومش قادره تتحرك من الصدمه لحد ما قطها نيرو قرب منها وبدا يحركها، بس كانت لسه مصدومه، علشان كده القط اداها كام خبطه لحد ما مونيكا فاقت من صدمتها وبدات تعيط لانها تحرس الامير ومش هتقدر تعمل دوت. ونيرو القط اقترح ان هي تهرب ببساطه لو الامور كانت سيئه قوي كده، بس مونيكا توقعت ان لويس هيلاحقها مهما حاولت تهرب، وان هي كانت شافت السلاليل الصلبه على مفاصل ايده تحت القفازات قبل دوت. فنيرو فكر ان هو يعتبر حارس من العالم السفلي او حاجه زي كده، بس مونيكا عرفت ان هو مرعب جدا. فنيرو طلب منها ان هي تبص للجانب المشرق وان الامير ممكن يكون جذاب، وقال لها ان هو بيحب الكتب ودوت مذكور في كتاب داستن جونسور، عشان كده هو كان مدرك تماما لدوت. بس مونيكا ما كانتش تعرف ده. فنيرو سال هو مش المفروض الحكماء السبعه يشاركوا في المناسبات؟ انت ما شفتوش قبل كده؟ بس مونيكا كانت دايما بتقفل عينيها في المناسبات دي. بعد كده مونيكا راحت الجنينه تستمتع بالغنى مع الخنازير، وبعدين راحت تطير مع لويس ورين قالت لهم ان هم هيوصلوا قريب واقترحت هبوط ثوري، بس لويس مش شايف اي داعي للعرض دوت. ووصلوا لبيت لويس وهناك مراته روز اللي جت وبدات تفحص مونيكا، وشافت ان هي عندها سوء تغذيه وفقر دم، وسالتها عن سنها، وبعد ما عرفت ان هي عندها 16 سنه قالت لها ان هي رفيعه قوي واخدتها بسرعه عشان تعالجها. ولويس كان غاضب لان روزالي كان المفروض ترحب بجوزها الاول، بس بالنسبه لروزالي المريضه دايما بتيجي الاول. وبعد كده لويس شاف ان مونيكا في حاله كويسه وان هي مستعده ان هي تقابل الضيوف دلوقتي، فمونيكا اتفاجئت بسبب وجود ضيوف، عشان كده لويس سالها انت مين دلوقتي؟ فمونيكا فكرت ان الخلفيه اللي هو عملها ليها هتضايق الناس لما يسمعوها، بس لويس قال لها هو سمع ان الكونت كيربيك قال ان هي زي القصيده وانها عجبته، وسالها هو اسم الكونت كيربيك دوت مألوف ليكي؟ هي قالت له ان دوت اسم المنطقه اللي كان فيها التنين اللي هي قتلته. فلويس شرح لها ان دي المنطقه اللي هي حماتها من 3 شهور وقتلت التنين فيها، والكونت قال ان هو هيتعاون لو كان دوت فقط علشان الساحره الصامته. طلب منها انها تروح وتقابل الضيوف، وهنا مونيكا قابلت ايزابيل
وايزابيل بدات تتنمر وتسخر من مونيكا ومن هدومها كمان، وقالت لها ان اسمها متسجل من ضمن طبقات الدنيا في عيله الكونت كيربيك، وان دوت كان احراج كبير لعائلتهم، وكملت سخريه منها تاني. وبعدين سالت عن نبرتها وقالت لمونيكا تفتكري صوتي يناسب سيده شريره، وقالت لها ان هي كانت بتتمرن على تحسين صوتها كل يوم. وبعدين رحبت بمونيكا لانها الساحره الصامته، ان هي كانت بتلعب دور الاميره الشريره ناحيتها، وقدمت نفسها على انها ايزابيل بنت الكونت كيربيك، وشكرتها على قتل التنين الاسود، وكانت مندهشه ان هي عملت ده كله لوحدها، وان هي بس هزمت التنين الاسود، دي كمان استخدمت الرياح علشان تحمل التنانين المجنحه اللي وقعت علشان تحمي المدينه من الاذى، واختفت من غير ما تقول ولا كلمه. فلويس طلب من مونيكا ان هي تسلم على ايزابيل كمان، بس ما قدرتش، علشان كده لويس قال ان هي على طول خجوله. بس ايزابيل ما كانتش متضايقه من دوت، وهي عارفه ان مونيكا اقوى واشجع من غيرها، وسمعت ان هي هتتسلل لاكاديميه سورنديا المره دي، وقالت لها ان هي هتتنمر عليها مرارا وتكرارا بلا رحمه علشان محدش يشك فيها طبعا، ويعرف ان هي واحده من الحكماء السبعه. وطلبت منها ما تقلقش خالص. مونيكا حلمت بابوها وهو بيجيب لها شريط قياس، وقعدت تقيس كل حاجه في البيت، وكانت مبسوطه قوي. وبعدين صحت من النوم في الحنطور وهي رايحه الاكاديميه علشان تنفذ مهمتها. بعد كده بنروح الاكاديميه، وايزابيل كانت متضايقه علشان هتنام مع مونيكا في نفس الاوضه، وبتقول ان هي ما ينفعش تشارك اوضه واحده مع واحده زيها. فموظف الاكاديميه اعتذر لايزابيل بجديه لانه كان فاكر ان مونيكا قريبتها، بس قبل كده وهم في الطريق مونيكا كانت هي اللي اعترضت على الموضوع دوت، وقالت ان هي مش هتقدر تشارك اوضه مع اي حد، وايزابيل قالت لها تهدى وان هي هتحل المشكله زي الستات الاشرار. وبعدين بنرجع للاكاديميه، وايزابيل اتصدمت قدام الموظف واتعصبت جدا، وده خلاها توسل ليها ان هي تهدى، واكد لها ان هو هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحل الموضوع. وايزابيل قالت للموظف ان اوضه الروف ممكن تناسبها، بس هو قال لها ان هو فكر في مكان فاضي غير ده. فايزابيل قالت له لو ما فيش اي اوض فاضيه ممكن يحطها في الاسطبل لانها مش فارقه معاها خالص، وده خلى مونيكا تستغرب من التصرف دوت. فالموظف مشي على طول علشان يعمل الترتيبات، وايزابيل بصت لمونيكا وغمزت لها. بعد كده بنروح لمجلس الطلبه في اكاديميه سيرنديا. ارون امين صندوق مجلس الطلبه كان بيتحاكم بسبب ادله بتثبت ان هو تلاعب في سجلات المحاسبه. سكرتير المجلس اليوت اكتشف ان دوت حصل اكتر من 30 مره بعد ما بص على الموضوع، وسال امين المخزن بريدجيت اذا كان التلاعب شمل اموال الميزانيه كمان. مسؤول العلاقات العامه نيل اكد له ان بعد المراجعه باين ان هم حسبوا الميزانيه العاديه غلط، ورقم ممكن يكون وصل ل 30 مره. وبعدين رئيس المجلس هوفليك بلغه ان هو ترشح لمجلس الطلبه بفضل توصيه من جد رئيس المجلس الدوق كلوكوفور، وبيقول ان جده هيخسر ثقته في ابو ارون بعد الموضوع دوت، وده خلى ارون يحس بخوف وقلق، وبقى بيتساءل مين هيتحمل التكاليف دي. وفيليكس قال له ان غبائه هيشوه سمعته في وسط الكونت ستيل، بس ارون اتعصب قوي وشتم فيليكس وامر ان هو يسكت ووبخه، وقال له انت مجرد كلب وفي للدوق بالاسم فقط. وبعدين هجم فيليكس، بس سيريل تدخل وعمل تعويذه جمدت ارون في مكانه، وقال له ان اهانه رئيس المجلس عقوبتها الاعدام. وسيريل اعتذر لفيليكس ان هو تجاوز حدوده، بس رئيس مجلس الطلبه شكر سيريل على حمايته، وقال لارون ان هو اتوقف لحد ما ختم طرده يتصدر، ودوت صدم ارون جامد. وبعدين بنروح لايزابيل اللي كانت زعلانه لانها كانت عاوزه تبقى جنب مونيكا علشان يكون في فرص لحفلات شاي بالليل، بس ما كانش عندها ميعاد نهائي لانهاء مهمتها. وشافوا اعضاء المجلس وهم ماسكين ارون اللي كان بيزعق ان هو ما عملش حاجه. وايزابيل اتعرفت على ارون لانها قابلته قبل كده في اجتماعات زي بقيه اعضاء المجلس ما عدا سيريل، وان دوره كان مهم قوي لانه كان معاه شعار مجلس الطلبه، وده خلى ايزابيل تعتقد ان هي كانت المفروض انسب للمهمه السريه دي اكتر من مونيكا. بعد كده بنروح لفصل مونيكا، والمدرس فيكتور بيقدم مونيكا للطلبه وبلغهم ان هي لسه ناقله هنا، وطلب من مونيكا ان هي تقدم نفسها، بس كانت متوتره قوي لانها لازم تقول حاجه. فيكتور طلب منها ان هي تقف باستقامه لانها في اكاديميه مرموقه بتضم نخبه البلد، وهو بيتوقع ان الطلبه هنا يظهروا سلوك كويس وذوق ثقافي كويس. ومونيكا افتكرت ازاي زمايلها كانوا بيتنمروا عليها في المدرسه، وفضلت ساكته لحد ما فيكتور طلب منها ان هي تقعد في مكانها في الوقت اللي الطلبه التانيين كانوا بيتكلموا مع بعض. مونيكا كانت لوحدها لحد ما واحده من البنات ندهت عليها وقالت لها ان اسمها لانا، وسالتها هي ليه بتعمل شعرها ضفاير، بس مونيكا ما كانتش تعرف اي تسريحات اخرى. ولانا لاحظت ان الطلبه التانيين بيتكلموا عنها، وده خلى مونيكا تحس باحراج شديد. وبعدين لانا سالت مونيكا عن بلدها، ولما عرفت ان هي كبرت في مدينه لينيك اتحمست وقالت لها ان دي مدينه كبيره جنب الحدود، وسالت ايه اللي طالع موضه هناك، بس مونيكا ما كانتش عارفه حاجه. وبعدين لانا قربت من مونيكا وقالت لها ان ملمع الشفاه هو احدث صيحات الموضه في العاصمه الملكيه. دوت فاجأ مونيكا. وبعدين سمعوا البنات بيتكلموا عنهم. الطلبه كانوا فاكرين ان لانا بتتباهى على مونيكا علشان هي غنيه، في حين ان مونيكا من الريف، بس لانا ما كانش فارق معاها الكلام دوت ومشيت. وبعدين مسكت شعر مونيكا وفكت الضفاير وطلبت منها ما تتحركش، ومونيكا وافقت، ولانا عملت لها تسريحه شعر جديده. ومونيكا كانت متوتره شويه لحد ما لانا خلصت تغيير تسريحه شعرها، وقالت لمونيكا ان الموضوع سهل وطلبت منها ان هي تتعلمه بعدين. وبعدين مشي. مونيكا بصت في المرايه واتفاجئت، بس نسيت تشكر لانا. وبعدين مونيكا فضلت تلف في الاكاديميه خايفه ان الطلبه يشوفوها، وحاولت تتجنبهم على قد ما تقدر، وافتكرت عقاب لويس ليها وصرخت ان هي هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تنجز المهمه، ودوت لفت الانتباه ليها. وبعدين بسرعه راحت لمكان فاضي وطلعت شويه اكل صغيرين، وبتتساءل اذا كان دوت كافي ليها
وراحت لمكان هادي وشافت واحد قاعد في نهايه الطريق، ما كانتش تعرف هو مين، فرجعت لورا علشان تلاقي مكان تاني ما فيهوش حد، وما كانتش عارفه ان دوت فيليكس الامير. وبعدين اليوت مسكها وقال لها ان هي وقعت في فخ، وسالها اذا كان اللي معاها ده سلاح، بس هي ردت وقالت دوت الاكل بتاعي. بس هو ما صدقش ان في حد ممكن يشيل اكل في جيبه، وسالها انت بتشتغل لحساب مين، وقال لها تتبعه وتيجي معاه. وده خلى مونيكا تحس بخوف شديد لحد ما وقعت على الارض والاكل وقع من جيبها، وكانت بتتالم من مسكه ايده. وفيليكس قال لإليوت ان هو يسيبها، بس إليوت ما كانش عاوز يعمل كده لانه فاكر ان هي بتشتغل مع ارون. ففيليكس قال له يسكت ويسمع الكلام، فإليوت سابها. فيليكس قرب من مونيكا وقال لها ان هو سمع عن طالبه منقوله في السنه الثانيه وان اسمها مونيكا، وسالها اذا كانت هي. فمونيكا وهي حاسه باحراج شديد قالت ان هي مونيكا. ففيليكس قال لإليوت ان هي مش واحده من اتباع ارون، دي مجرد سنجاب صغير ضاع طريقه وشال حبه بلوط من على الارض واداها لها، واعتذر لها كمان. في الوقت اللي مونيكا كانت بتحاول تشكره، فيليكس حس بحاجه بتترمي عليهم من فوق، بس مونيكا استخدمت سحرها علشان تدفعها بعيد، واليوت جري بسرعه علشان يتحقق من الامر. وبعدين سأل مونيكا إذا كانت كويسة. بعد كده مونيكا فقدت الوعي وحلمت بكابوس عن إن هي اتخطفت واتعذبت من حرامي، وصحيت مفزوعة. وسلمى اللي كانت مندوبة اللجنة الصحية في فصلها جت ليها وسألتها إذا كانت كويسة لأنها سمعت إن هي وقعت على الأرض. سلمى بدأت تفحصها وقالت ليها إن هي ممكن ترجع السكن بتاعها أول ما تهدى. وبعدين مونيكا رجعت لبيتها وهي حاسة بتعب شديد، ونيرو جالها وسألها إيه الأخبار، بس مونيكا كانت شايفة إن الأمور مستحيلة قوي. فنيرو سأل مونيكا إذا كانت فشلت من أول يوم وده خلاها تعيط، بس نيرو قال لها تبطل عياط علشان ما تفشلش المره الجايه، وطلب منها تلعب بعقول الناس او حاجه زي كده. بس مونيكا كانت شايفه ان هي ما ينفعش تستخدم سحر التلاعب بالعقول في حاجه زي دي، لان دوت ممكن يسبب فقدان الذاكره او حاله من الهذيان. فنيرو حس بخوف من الموضوع دوت وطلب منها خلاص تنسى الموضوع دوت وتبقى تحاول تاني. بس هي خيبت امل ناس كتير النهارده، وحتى ما شكرتش الناس اللي ساعدوها. فنيرو قال لها ان هو هيتولى الموضوع دوت، ومونيكا اتفاجئت من كلامه. بس نيرو اتحول لشخص وسالها ايه رايك في الموضوع ده، اشكريني. فمونيكا خافت من شكله قوي وطلبت منه ان هو يرجع لصورته الاصليه، وقالت ان هي مش عاوزه تشوفه الشكل دوت. بس هو طلب منها ان هي تقول كلمه شكرا فقط، لكن هي كانت بتحاول تتهرب منه لانها خايفه منه وشكله بني ادم. وبعدين نيرو بطل يضايقها ولاحظ شخص مريب بره الشباك، فمونيكا بصت بتركيز وشافت انه شخص مجهول في سكن البنات. ونيرو خمن ان هو ممكن يستهدف الامير وسالها اذا كان لازم يتتبعوه، بس مونيكا قالت لنيرو ان هي قابلت الامير فيليكس. وبعدين مونيكا افتكرت ابوها في الماضي وسالته اذا كانت ابحاثه هتخلص اول ما الحسابات دي تخلص، بس ابوها ما كانش خلص البحث بالكامل لسه، ودوت مجرد جزء صغير لانه كان شامل، وقال لها ان اغلب الناس شايفينه ملوش لازمه. مونيكا استغربت من دوت لانه كان بذل فيه مجهود كبير. بعدين بترجع لحاضرها وصحيت وغسلت وشها وبصت في المرايه وافتكرت ان هي ما اهتمتش بشعرها قبل كده، وبصت لنيرو وسالته ايه اللي مش شايفه ملوش لازمه. بس نيرو سالها اذا كان قصدها على حاجه في الفلسفه، وقال لها ان هو يعرف كلمه فلسفه، وطلب منها ان هي تمدحه عشان كده. وبعدين مونيكا مدحته، ولما عملت كده قال لها دي كلمات مدح فاضيه وفارغه بالنسبه له، بس هي بتخليه يحس بدفء وسلام داخلي، والاحسن له ان هو يستمتع بالحاجات اللي ملهاش لازمه لان الحياه مليانه بيها، فليه ما ينبسطش بيها تماما. وقال لها ان داستن جونسر كتب دوت في روايته. بس مونيكا بذلت مجهود كبير علشان تقدر تعيش في الحياه دي، فازاي هتقدر تستمتع بحاجه ملهاش لازمه. وبعدين افتكرت كلام ابوها ان كل ما التحدي بيكون اكبر كل ما المتعه بتكون اكتر، وهنا مونيكا ادركت ان هي محتاجه تتحدى نفسها. وبعدين راحت لفصلها وحاولت تتكلم مع لانا اللي اتفاجئت بمظهرها وسالتها انت عملت ايه في نفسك. مونيكا قال لها ان هي حاولت تعمل زي ما لانا علمتها امبارح بس ما عرفتش، وعرضت عليها طوق شعر وشجرات على امبارح، بس لانا ما كانتش محتاجه لطوق الشعر منها. وبعدين مونيكا طلبت من لانا ان هي توريها الطريقه اللي عملت بيها شعرها امبارح، وحست بغباء لانها فشلت في النقطه الاساسيه، ودوت ادى للضحك بينهم. وبعدين طلبت منها تقعد، ودوت خلى مونيكا مبسوطه. بعد كده لانا بدات تعلمها وقالت لها المشط مصنوع من حرفي في انفيل ومزين باحجار صغيره ثمينه ذات ذوق رفيع. وبعدين بطلت تتكلم وقالت لها ان كل حكاياتها ممله، وده خلى الحوار عن الفلوس، فبيبقى مفيش حاجه مميزه هتتقال. بس مونيكا حست بالتوتر تاني وقالت لها ان هي كمان حكاياتها ممله وان هم لازم يتكلموا عن الارقام فقط، ودوت خلى لانا تضحك وتقول ان دوت غريب. فمونيكا هي كمان ضحكت. وبعدين مونيكا شافت تسريحه شعرها في المرايه واتفاجئت بجمالها، وان مكان الضفيره وزاويتها عملوا فرق كبير، ونسبه الشعر اللي جمعته كانت كويسه. بس لانا قالت ليها ان الحاجات دي مش بتتقاس بالارقام، دي بتتقاس بالاحساس، وطلبت منها ان هي تفكها وتعملها تاني. مونيكا سالتها اذا كانت عاوزاها تفكها بالرغم من جمالها، وده خلى لانا تتعصب لانها لو ما عملتهاش بنفسها مش هتتعلم تعملها بعدين. وبعدين إليوت دخل فصلهم ودوت فاجأ الطلبه ما عدا مونيكا اللي حست بتوتر شديد لما شافته واستخبت على طول. إليوت قرب منها وشاور عليها وقال لها هو انت بتستخبى على طول لما بتشوف وش اي حد؟ نده عليها قال لها يا سنجاب يا صغير يا خجول. بس مونيكا قالت له ان هي بني ادمه وكانت محرجه ومتوتره جدا. وبعدين إليوت قال لها تسكت وتيجي وراه، وراح المكتب مجلس الطلبه، وفيليكس اعتذر عن ان هو نده على مونيكا فجاه وقدم نفسه وقال اسمه فيليكس رئيس مجلس الطلبه. وبعدين افتكرت ان لويس قال لها ان ديت ممكن تبقى طريقه مقابله سخيفه. وبعدين مونيكا توقعت ان لويس اكيد هيقول لها ان دي طريقه مقابله سخيفه، فمونيكا شكرت فيليكس
ودوت فاجئه لانه ما عملش حاجه تستاهل الشكر. فهي قالت له على موضوع حبه البندق، وهو قال لها ما تقلقش من الموضوع دوت. وبعدين مونيكا سالت فيليكس ليه تسللت من السكن امبارح، وده خلى فيليكس يندهش لان دي اول مره يسمع الكلام دوت. وبعدين سال مونيكا انت تقصدي ايه؟ فمونيكا قالت له ان هي شافته الليله اللي فاتت من شباك اوضتها. بس فيليكس حس ان هي ممكن تكون شافت حد مريب وسالها شكله ايه، بس هي ما عرفتش تشوف ساعتها وشه بسبب العبايه، بس جسمه كان زي جسم فيليكس. ففيليكس قال لها ان دوت عادي لان في ناس كتير اجسامها زي بعض، بس مونيكا وضحت له بالادله والحسابات ان هو نفس الشخص. فيليود ساعتها قال ان هي صادقه في كل كلمه، وفيليكس اعترف بالموضوع دوت. ويليد بيقول ان سيريل هيغمى عليه لو سمع الكلام دوت، وفيليكس كان فاكر ان هي سنجابه صغيره مش ممكن تاذي حد، لو كانت قاتله ما كانتش هتتردد ان هي تعمل له حاجه لما كان لوحده، او ما كانتش قالت الكلام دوت من غير تردد. فيليود سال فيليكس ايه اللي عندك بتقوله عن موضوع وقوع قصيص الزرع عليك. فمونيكا كانت شاكه ان هي القصيص وقع بالغلط، بس فيليكس قال ان كل حاجه بدات لما امين الخزنه تدخل في ميزانيه مجلس الطلبه، ولحد ما اجراءات فصله تخلص قرروا ان هم يحبسوه في مسكن الطلبه. وارون لمح ان هو ليه شريك في الجريمه ودوت ادى لحادثه قبل كده، وعلشان كده اليوت قال ان في فخ في الفناء الخلفي. مونيكا اتصدمت لما عرفت ان هم معتبرينها قاتله في نظرهم، وتخيلت لويس وهو بيقول لها ان هي نجحت في انجاز حاجات بطرق اغرب مما كان متوقع. وبعدين اليوت قرب من مونيكا وسالها اذا كانت شريكه ارون، فهي قالت ان هي مش شريكته، بس اليوت طلب منها ان هي تدور على الشريك الحقيقي. وده صدم مونيكا مره تانية وقالت له ان هي هتعمل كده. ففيليكس قال لها ان هو هيسيب الموضوع ليها. وبعدين مونيكا راحت الفناء وعيطت كتير بسبب اللي حصل لها. ونيرو قال لها ان هي بقت حارس شخصي وسالها اذا كانت متضايقه ان هم شايفينها قاتله. وده صدم مونيكا. مونيكا فضلت تعيط علشان كان نفسها ترجع الكابينه بتاعتها وشايفه نفسها كمان عديمه الفايده. فنيرو سالها اذا كانت عاوزاه يطبطب عليها، فهي وافقت وطلع فوقها وبدا يشرح لها ان هي لازم تلاقي الشخص اللي بيستهدف الامير. وبعدين مونيكا راحت المكان اللي حصل فيه حادثه الامير قبل كده، وقالت لنيرو ان هي اللي انقذت الامير من قصيص الزرع اللي كان هيقع عليه باستخدام سحر الرياح، وان هي كانت مرميه عليهم من فوق. بعد كده مونيكا دخلت المدرسة وشافت مجموعة بنات بيتنمروا على بنت اسمها سلمى بسبب حبها الشديد لأرون، وإن أرون ممكن يسيب المدرسة بسبب مرضه. مونيكا وقفت الطلوع بتاعها، بس لانا جت من وراها وقالت لها تكمل دلوقتي وإن هم لازم يعدوا من هنا. ولانا مسكتها وبدأوا يطلعوا السلالم، ولانا طلبت من المتنمرين إن هم يسيبوهم يعدوا. ففي واحدة من المتنمرين اسمها كارولين شافتها وقالت مش دي لانا اللي عيلتها عيلة البارون اللي اتغنت من فترة؟ وقالت للانا ان هي محتاجة تحسن اسلوبها، وسالتها اذا كانت عارفة ان هي من عائلة ذات مكان عالية ولا لا. فلانا قالت لها ان سد السلم علشان يدردشوا دي قلة ادب، وطلبت منها ان هي تتحرك وتروح على جنب شويه. وقالت لها ان البقره الغاليه بتتحرك لو شدوا عليها اللجام، ودوت اغضب كارولين علشان لانا سمتها بالبقره. كارولين زقت لانا، بس مونيكا هي اللي اتاذت ووقعت على السلم، وفكرت ان استخدام السحر هيبدو غريبا فعملت حاجز حمايه حوالين جسمها، بس غيرت رايها علشان الارتداد هيكون شكله غريب وطلوع السلم بعد كده هيوجع. ففكرت ان هي تبطبط السلم علشان تقدر تتدحرج بشكل طبيعي، وده خلى لانا تقلق عليها كتير. وبعدين مونيكا خبطت في سيريل واعتذرت له، فسيريل سالها اذا كانت اتاذت، بس دوت خلاها تعتذر تاني، فحط ايده عليها علشان يتاكد وطمنها ان في بس احمرار بسيط في جبينها. فمونيكا اتفاجئت ان هو ما كانش غاضب، وحست بطاقه معنى بارده بتتدفق من صوابعه، واعتقدت ان هو ممكن يكون بيطلق معنى من غير ما ياخد باله. ولانا ساعتها قربت وسيريل سأل عن الدوشه. كارولين واصحابها طلعوا لسيريل وقالوا له ان لانا زقت مونيكا على السلم. لانا اتعصبت علشان كارولين بتكذب وبتقول لها ان هي اللي عملت كده وان مونيكا هي الضحيه. وكارولين فضلت تكذب وفاكره ان الاغنياء الجداد جاريين بشكل مش معقول، وان سيريل هيصدقها علشان هي من عائله كونت نورين. فمونيكا بصت لسيريل فكرت ان لما شخص غني ذو مكانه عاليه بيقرر ان حد شرير دوت بيتحول لحقيقه، وافتكرت حادثه قديمه ليها وحاولت تدافع عن لانا علشان ما تتحولش لشريره. وقالت لسيريل اللي هي اتكعبلت شويه وكانت مهمله، وبعدين جريت بسرعه. ولانا اتفاجئت بالكلام دوت. مونيكا ساعتها راحت الاوضه اللي اترمى منها قصيص الزرع. كان في بنت بتعزف على البيانو. مونيكا طلبت تشوف حاجه في البلكونه، والبنت قالت لها تخلص بسرعه. فمونيكا راحت البلكونه وشافت 3 زرعات وقصيص زرع فاضي، وحاولت تبص من البلكونه بس ما عرفتش، فجابت قصيص الزرع وطلعت عليه وبصت على المكان اللي اترمى منه على ارون وتاكدت ان هو ده المكان. وهي ساندة على البلكونه ايديها اتبهدلت، بس ما كانش معاها غير الجوانتي ده. والبنت التانية خلصت عزف وقالت لها تقفل الاوضه. فمونيكا سالت البنت اذا كان معاها مفتاح الفصل دوت. فالبنت قالت لو مونيكا عاوزه تحجز المكان دوت ممكن تبعت طلب رسمي لاوضه المدرسين. فمونيكا شكرتها، وبعد كده بنتنقل لاوضه فيليكس. ويلديون سال اذا كانت مونيكا معجبه بيه. ويليام بيقول ان مونيكا مش من النبلاء اصلا، بس دوت احسن من ان هما الاثنين يحققوا او يتسللوا لوحدهم بالليل.
بالليل، بس فيليكس ما كانش عاوز اللورد كلاكفورد يتدخل حتى لو سموه كلب الدوق المطيع، والاهم من كده ما كانش عاوز يسمع ان فيليكس ارك ريدل مش قادر يتعامل مع موضوع بسيط زي ده. مونيكا جات لهم وفيليكس رحب بيها بحراره وسالها اذا كانت عملت اي تقدم في البحث. قالت لفيليكس ان هي عرفت مين الجاني. وبعدين بنرجع لسلمى اللي كانت بتتعرض للتنمر تاني من واحده من البنات. اليوت جه الفصل وقرب من سلمى وطلب منها تيجي معاه دقيقه. راحوا مكتب فيليكس وقال لها ان في حادثتين، اللافته اللي وعيت على حد قبل كده وحادثه قصيص الزرع، وقال ان مونيكا قالت له ان هي المسؤوله عن الاثنين. ودوت صدم مونيكا وطلب منها تشرح. فمونيكا قالت ان مكان حادثه اللافته اتنضف بس قصيص الزرع لسه. ففيليكس قال لها ان قصيص الزرع اترمى من احد البلكونات في الدور الثاني في الجناح الشرقي وكلها مزينه بالورود. فمونيكا قالت له ان هي استخدمت الرياضه تاني وبدات تشرح، بس اتحرجت لما فيليكس طلب منها ان هي تتخطى الجزء ده. فقالت لهم ان الحادثه حصلت من الدور الرابع اللي بيحصل فيها حجز لغرفه الموسيقى، وان سلمى كانت هناك. فسلمى قالت لها ان هي كانت رايحه بس تسقي الزرع. فمونيكا قالت لها ان مفيش فرق في الطول بتاعنا احنا الاثنين، وان سور البلكونه عالي كفايه لمنع اي حد من الوقوع، وكان في قصيص زرع مقلوب ودوت واضح ان هي اللي قلبته، وبتعتقد ان سلمى وقفت عليه. فسلمى قالت لها ان هي بس كانت موجوده هناك بالصدفه. فمونيكا لاحظت ان سلمى النهارده لابسه جوانتي، بس لما قابلتها اول مره في العياده كان صوابعها ناعمه وشحبه من غير جوانتي، واكيد علشان اتبهدلوا لما كانت بتحرك قصيص الزرع. ومونيكا قالت لهم كمان ان هي لقت جوز جوانتيات متبهدلين في صندوق زباله جنب اوضه الموسيقى ومطرزين عليها بحروف سلمى. ودوت اغضب سلمى واعترفت ان هي الجانيه الحقيقيه في موضوع قصيص الزرع واللافته وميزانيه مجلس الطلبه كمان، وبتقول ان هي بس خدعت فيليكس وطلبت منهم ان هم يرحموا ارون وما ياخدوهوش من شخص زيها ما عندوش حاجه غيره. بعد كده سلمى مشيت مع اليوت ومونيكا سالت فيليكس ايه اللي هيحصل لها. فيليكس قال لها ان هي حاولت تغتال واحد من العائله الملكيه وبكده عيلتها كلها هتتعدم، ودوت اقلق مونيكا. فيليكس قال لها ده اللي انا كنت عاوزه، بس انا عندي خطه تانية، وهي ان هي هتتسحب من المدرسه بحجه المرض، وكمان هو مستعد يتخلى عن كل حاجه علشان هو مهتم بوضعهم شويه. مونيكا بصت على اوراق الحسابات اللي قدام فيليكس وقالت له ان في اخطاء كتير ودوت فاجئه. فطلب من مونيكا ان هي تساعده في مراجعه السجلات الماليه، ومونيكا ما اعترضتش خالص وكانت مبسوطه علشان ما اتعاملتش مع الارقام بقالها فتره. فيليكس ساعتها عمل لها مفاجاه كبيره بتعيينها امينه خزانه مجلس الطلبه. فمونيكا اغمى عليها لما سمعت الكلام ده. مونيكا راحت اوضتها وهي لسه مصدومه من الخبر، ونيرو حاول يصحيها، ومونيكا قالت له ان هي انتهى بها الامر كامينه خزانه مجلس الطلبه. فنيرو افتكر ان دوت هيسهل عليها حمايه الامير، بس هي نامت على السرير وفضلت تعيط. ومونيكا افتكرت اللي حصل مع فيليكس في المكتب، واليوت اتفاجأ بتعيين مونيكا كامينه خزانه لمجلس الطلبه. واتضح ان فيليكس طلب منها ان هي تراجع حسابات ال5 سنين اللي فاتوا وخلصتهم في ساعتين لما كان بعيد عن المكتب. وفيليكس سالها عن رايها في الامور الماليه، ومونيكا اترددت كالعاده، بس فيليكس قال لها تتكلم بحريه وانه مش هيغضب من صراحتها. فمونيكا قالت له ان هي اتصدمت من الاهمال في اداره مبلغ كبير زي دوت وغضبت. فسيريل اتضايق من الطريقه اللي مونيكا اتكلمت بيها مع الامير ودوت خوفها. وبعدين رجعت للحاضر وقالت ان هي عاوزه ترجع الكابينه بتاعتها. بعد كده سيريل كان غاضب من قرار فيليكس بتعيين مونيكا امينه الخزانه، وما عجبوش الموضوع بسبب الطريقه اللي اتكلمت بيها مع الامير، وبدا يراجع تعديلات مونيكا واتفاجئ جدا. ساب الاوضه بس حس بصداع وافتكر ان هو لازم يروح ينام. تاني يوم مونيكا كانت بتشرب الشاي بتاعها الخاص في اوضتها وتفكر ايه اللي هيحصل بعد كده. وبعدين بنتنقل لاوضه ايزابيل اللي زعقت لمونيكا وكسرت اكواب علشان تعمل دور الشريره، ودوت لفت انتباه الطلبه التانيين، وفضلت تضرب في مخده عشان تعمل اصوات كانها بتضرب مونيكا، وحست ان هي مثلت دور الشرير كويس قوي، والخدامه بتاعتها شجعتها كمان. مونيكا اعترضت على تكسير الاكواب، بس ايزابيل قالت ان الخدامه عندها صندوق اكواب مكسوره وان هي استخدمت بس اللي مكسورين كتير. بعد كده هنأت مونيكا على تعيينها امينه خزانه مجلس الطلبه، وقربت منها وسالتها اذا كانت غيرت تسريحه شعرها. فمونيكا قالت لها ان في بنت في فصلها عملت لها التسريحه دي، ودوت ابهر ايزابيل اللي قالت ان هي لايقه عليها قوي، وطلبت من الخدامه بتاعتها تعمل لها شعرها بنفس الطريقه. بس الخدامه قالت ان الاشرار ما بيعملوش شعرهم زي البنت اللي هم بيتنمروا عليها، بس وعدت ان هي تحاول تعمل لها تسريحه حلوه علشان تسعدها في الاجازات. وفي فصل مونيكا لانا قربت وسالت اذا كانت اتعينت امينه خزانه مجلس الطلبه، بس مونيكا ما ردتش. ولانا قالت لها ان هي ما كانتش اللي زقتها امبارح، وقالت لها ان كارولين هي اللي جانيه وان مونيكا هي الضحيه، واعتذرت وسالت اذا كانت مونيكا اتاذت. فمونيكا قالت لها ان هي بخير. بعدين لانا لاحظت ان تسريحه شعر مونيكا اتفكت وان هي لازم تصلحها تاني. واخيرا في مكتب فيليكس طلب من سيريل ان هو يعلم مونيكا ازاي تعمل مهام امين الخزانه بدايه من اليوم. فسيريل اتفاجأ بالكلام دوت بس وافق. مونيكا سالت ليه فيليكس طلب من سيريل بنفسه، ففيليكس قال لها علشان سيريل كان امين الخزانه قبل ما يبقى نائب الرئيس، وسالها اذا كانت عاوزه تتعلم منه مباشره بدلا من سيريل. بس مونيكا قالت له ان هي بتفضل حد في سنها. فيليكس ساعتها قال لها ان سيريل هو اللي هيدربها، وده صدمها. بعدين سيريل ومونيكا راحوا مكتب لوحدهم، وسيريل قال لها ان امين الخزانه بيكون مشغول في بدايه ونهايه كل شهر. طلب منها ما تغفلش اي نقطه من النقط اللي مكتوبه هنا. مونيكا عطست، وسيريل افتكر ان الاوضه برد شويه ففتح الشباك واداها كوفيه علشان تلفها حوالين رقبتها. مونيكا قالت لنفسها ان المكان برد
علشان سيريل بيطلع طاقه مانا من جسمه. وبعدين سالت اذا كانت دي مستندات المحاسبه اللي راجعتها قبل كده، بس قال لها ان المستشار بتاعه السيد سورنلي هيتولى مراجعتها، هو بس عينها معاه. فمونيكا اعتذرت لسيريل وسالها بتعتذر ليه. هي قالت ان مراجعه الحسابات القديمه اكيد زودت عليك اعباء كثيره. فسيريل قال لها ان ما فيش حاجه اعباء اضافيه، ده شغل ولازم يتعمل. سالها ليه انت متوتره قوي كده، ده انت كسبتي ثقه الامير بمهاراتك وعملت شغل ممتاز، لازم ترفعي راسك وتكوني فخوره. بس هي اعتذرت تاني وبتقول ان هي مش قادره تكون فخوره او ترفع راسها. سيريل ساعتها حكى لها عن الحادثه اللي حصلت من يومين في السلم، وان هو سال الطلبه اللي كانوا قريبين وعرف ان كارولين هي المسؤوله، ووجه لها تحذير شديد وهي هتقدم اعتذار مكتوب. مونيكا سالت اذا كان فعلا سالهم. سيريل قال لها ان ده طبيعي علشان يفهم الموضوع بجد موضوعيه، وقال لها ان تهرب كارولين كشف الحقيقه، وسالها اذا كانت سامعاه. فهي بدأت تتردد وده اتضايقه أكتر. والليل جه ومساعدة سيريل لمونيكا خلاه يتأخر، وكان محتاج إن هو يوصل المستندات المحاسبة ديت للسيد سورنلي بسرعة. الخادمة بتاعة لويس راحت لمونيكا على شكل عصفورة، وبعدين اتحولت لشكلها الطبيعي علشان توصل لها رسالة من لويس بيقول لها إن هو هيبقى أب، وده اتضايق نيرو جدا اللي ما كانش عاوز يسمع الكلام دوت. بعد كده رين كملت كلامها وقالت ان لويس كان طاير من الفرحه، وده اتفاجئ مونيكا من مصطلح طاير من الفرحه. فرين قالت لها ان هي قرت العباره ديت في كتاب وحبت تستخدمها دلوقتي. وبعدين ادتها رساله ورقيه من لويس وطلبت من مونيكا ان هي تكتب تقرير عن مهمتها على الورق، لان لويس عارف ان هي بتلاقي صعوبه في توصيل المعلومات بالكلام، وطلب منها ان هي تسلم التقرير لرين. ورين بصت لوراها وقالت لمونيكا ان في كميه مانع كبيره من الثلج ظهرت ورا سكن الاولاد. وبعدين ابنت نيل لسيريل وهو في طريقه لسورنلي علشان يبلغوا عن الشخص المسؤول عن تزوير السجلات الماليه، لكن المانع اللي جوه سيريل بدات تتدفق، وده تسبب له وجع شديد، وظهرت كميه كبيره من الثلج. ومونيكا ورين ونيرو راحوا الغابه، ونيرو حس ان الموضوع دوت مش خير. المانا فضلت تظهر في سيريل، ودوت اسمه امتصاص مفرط للمانا، ودي حاله بتخلي الجسم يمتص مانا اكتر من طاقته. مونيكا بتقول ان اللي بيعانوا من الحاله ديت دايما بيلبسوا ادوات سحريه بتساعدهم على تفريغ المانا الزائده، وافتكرت البروش اللي كان على رقبه سيريل. وبعدين رين شافت ان البروش بيتغذى من المانا اللي حواليه. مونيكا قالت ان هم لازم يعملوا حاجه علشان ده معناه ان البروش كده اتعطل. نيرو جري لقدام وطلع على التلج ومسك البروش ببقه وحاول يشده، بس خد ضربه ابعدته. وسيريل طلب منها ان هي تبطل، ورين شافت ان هو بيفقد وعيه مع انه لسه مصر. مونيكا قربت منه، بس سيريل فضل يقول ان هو مش هيسلمه علشان ابوه اللي اتبناه هو اللي سلمه له. مونيكا خدت ضربات كتير من سيوف جليديه، بس عرفت تدمرها على طول واظهرت قوتها السحريه الخاصه. بس سيريل افتكر ابوه ما كانش عاوز يسيب البروش خالص، اللي هو تخلى المانا تغطي سيريل. بس مونيكا عرفت تسيح التلج كله باستخدام قوتها. وسيريل بص لمونيكا وتخيل ان هي امه. بعدين افتكر لما كان مع امه في المقابر بيزور ابوه، بس في يوم كان بيجري علشان يقول لامه حاجه، وان هو في واحد من العائلات النبيله هيتبناه. فامه قالت له بالطبع انت ابن نبيل. بعدين بيرجع للحاضر وبيشوف مونيكا ماسكه البروش في ايديها، طلب منها ان هي ترجعه له على طول علشان مهم جدا. فمونيكا قربت منه وحطت البروش على صدر سيريل. بعدين سيريل فقد الوعي. رين ونيرو قربوا منهم، ورين كانت مبهوره باللي مونيكا عملته. مونيكا قالت ان هي اضافت تعويذه حمايه للبروش، فمفيش خوف عليه دلوقتي. نيرو سال اذا كان كل ده ضروري، ومونيكا توقعت ان حالته هتبقى عبء شويه، بس لو استغلها صح هتبقى مصدر قوه حقيقيه في المستقبل. مونيكا كانت عاوزه سيريل ما يعتبرش ان ديت لعنه. وبعدين مونيكا طلبت من نيرو ياخد باله من سيريل، وهي ورين مشيوا علشان اكتشفت ان حاله سيريل اللي حصلت ما كانتش تسمم مانا، دي كانت زي اعراض تلاعب حقيقي بالدماغ. وافتكرت حوادث القبض على ارون وسلمى. بعدين راحت لبيت سورنلي، ولما سورنلي طلع من بيته اتفاجأ بوجود مونيكا وسالها اذا كانت نسيت حظر التجوال، وان هي ما ينفعش تخرج من غير اذن مسبق. بس مونيكا قطعت سورنلي وسالته هيعمل بالورق ده ايه، وقالت له انه لو ناوي يغيره مفيش فايده علشان هي حافظه كل الارقام اللي في المستندات اللي هي راجعتها. وقالت له ان وهي بتراجع السجلات الماليه كانت فوضويه من زمان، بس في الخمس سنين اللي فاتوا طرق التزوير بقت متطوره اكتر، وكميه الفلوس اللي تم اختلاسها زادت كمان. ودوت بدا في السنه اللي سورنلي بقى فيها مستشار مجلس الطلاب، وهنا مسكها ورمى اوراقه على الارض وقال لها ان البحث السحري بيحتاج فلوس كتير. وبعدين استخدم تعويذات كتير لغايه ما في قوه ظهرت من ايده، ومونيكا اكتشفت ان هو بيحاول يتلاعب بعقلها دلوقتي. وسورنلي حط ايده على راس مونيكا وطلب منها تمسح اللي شافته من ذاكرتها، بس مونيكا شافت ان التعويذه ديت مش كامله. دوت خلى سورنلي يندهش. مونيكا كمان بتقول له ان سحر التلاعب بالعقل بيحتاج تركيبات ومفاهيم سحريه معقده ودقيقه، وان تركيبه سحريه فيها عيوب زي ديت بعيده عن الكمال. بعدين مونيكا استخدمت قوتها ودوت زق سورنلي بعيد عنها، وخلى سورنلي يندهش من قوه مونيكا. ومونيكا كانت بتعيد صياغه التركيبات السحريه بتاعه سورنلي، وحولت التركيبات لمجموعه فراشات. ودوت ضايق سورنلي علشان كل فراشه فيهم بتمثل تركيبه سحريه، وفضل مندهش من قوه مونيكا وان هي ازاي قدرت تعمل دوت من غير ما تنطق ولا كلمه. بعدين الفراشات اتجمعت حوالين سورنلي كلها، ومونيكا قالت له ان التاثير دوت هيستمر لمده 24 ساعه،
وانه هيفقد وعيه جواها. وبعدين سورنلي بنشوفه في المدرسه وعقله متلاعب بيه ومستغرب هو بيعمل ايه هنا، وكان ماسك كتاب في ايده وبيقول لنفسه ان هو لازم يرجع المستندات المعدله دي لمجلس الطلاب. كان فاكر ان سيريل عرف ان هو بيتلاعب بيهم بمجرد ما بص على الخط، وان مسح الذكريات مش كفايه وممكن لازم يلجا لغسيل المخ تاني. بعدين سال عن رئيس مجلس الطلاب، بس فجاه ظهر له خنزير صغير مسك الكتاب بتاعه. سورنلي سال الخنزير انت بتعمل ايه هنا؟ بعدين الخنزير زاد والاعداد بتاعته زادت، وبعدين سورنلي والخنازير اتحركوا لمكان تاني كانت مونيكا بتغني فيه اغنيتها المفضله، والخنازير بدات تتكاثر حوالين سورنلي وتقرب منه بقوه لغايه ما سورنلي وقع على الارض والخنازير غطته. وبعدين بنرجع لمونيكا تاني وسورنلي كان مرمي على الارض قدامها فاقد للوعي علشان عقله متلاعب بيه، بس مونيكا كانت خايفه ومستغربه هيحصل له ايه، وكانت فاكره ان هي اتقضى عليها علشان استخدمت سحر التلاعب بالعقل وهو محظور. وبدات تبص حواليها وقالت السحر ده محظور وعيطت. ورين ظهرت ليها وطلبت منها تسيب الموضوع ليها وقالت لها ان لويس غالبا هيعذبه. وبعدين غيرت كلمتها وقالت لها قصدي ان هو هيستوجبه الاول وبعدين هيعمل حاجه بناء على اجابته. ورين سالت مونيكا انت عملت ايه في سورنلي؟ مونيكا قالت لها ان هو في حلم فيه سلسله ارقام جميله. وبعد كام يوم بنتنقل للمدرسه في فصل مونيكا والكل كان بيتكلم عن اللي حصل لسورنلي. لانا شافت ان الضفيره بتاعت مونيكا باظت تاني، فمونيكا عرفت ان لانا معاها حق علشان هي كان عندها صعوبه في ان هي تعمل زيها. بعدين لانا همست لمونيكا ان في واحد من الحكماء السبعه هو اللي قبض على سورنلي، وده اتفاجئ مونيكا. ولانا قالت لها انها سمعت ان اللي عمل كده هو لويس ميلر ساحر الحواجز، وان هي شافته قبل كده في العاصمه الملكيه وكان رائع. مونيكا قالت لها الاخبار دي رائعه وكانت بتحاول تضبط ضفيرتها. بعدين لانا كملت كلام عن الحكماء السبعه وبدات تسميهم بالترتيب لحد ما وصلت لمونيكا. مونيكا قطعت كلام لانا وقالت لها ان هي عملت اللي قدرت عليه علشان تظبط الضفيره، فلانا قالت لها ان هي احسنت. وبعدين بنتنقل لمكتب فيليكس وهو بيسال اذا كان سيريل كمان اتعافى، بس هي قالت له ان هو اتعافى خلاص وان حالته كانت بسبب تسمم مانع، وباين ان في حد شاله لسكن الاولاد ونيرو كان في هيئه انسان. وفيليكس سال مين اللي عمل كده. وبعدين السحريه اتحولت لانسان اسمه ويلديانو، وقال فيليكس ان حوادث مريبه فضلت تحصل مؤخرا وما حددوش مين اللي وراها بالضبط، بس فيليكس توقع ان هما بيقصد يتكلم عن مونيكا. وسال ويلديانو اذا كان قلقان من تعيينها كامين الصندوق بالرغم من ان هي باين ان هي مش شخص عادي، لانه ما توقعش ان هي ما تقعش في الفخ اللي هو نصبه ليها لانها ما لمستش المفاتيح بتاعه المواد القيمه اللي في مجلس الطلاب. والديانو كان بيراقبها في جسم السحريه. وبعدين فيليكس افتكر ان هي اكيد مراقب مبعوث من الدوق كلوكفورد او حارس مبعوث من جلالته، او ممكن تكون قاتل مأجور بيستهدف حياته. بس والديانو طلب منه ما يهزرش في مواضيع زي دي لان حياه فيليكس مهمه عشان يتوج كملك. ففيليكس طلب منه ان هو يسيبه يستمتع شويه. وبعدين بنتنقل لمونيكا اللي كانت بتكمل كتابه السجلات الماليه وحاسه بالنعاس، وكانت فاكره انها لازم تحس بكده علشان استخدمت مانع كتير ولازم سكر الدم بتاعها بقى واطي دلوقتي. ونامت. وبعدين سيريل دخل واتفاجئ بنومها بس ما صحهاش، وخد القلم من ايديها علشان يملاها حبر وبص على ايديها لقاها صغيره جدا، وافتكر البنت اللي حطت البروش على صدره كان هيمسك ايديها. بس فيليكس جالهم وسلم على سيريل ويقولوا انت شكلك تعافيت تماما. بس سيريل شرح لفيليكس ان الامور مش زي ما هو شايف، وان مونيكا نايمه في غرفه مجلس الطلاب المقدسه وان هو حاول يصحيها على طول. لما صحيت قالت لسيريل انها سعيده انه ما بقاش بردان وده طمنها. بعدين فيليكس اكل مونيكا بعد كده وجبته، وده كان مضحك بالنسبه له علشان كانت بتحرك بقها وهي نايمه. وسال سيريل لو كان عاوز يجرب ياكلها بس سيريل رفض. بعدين مونيكا حلمت ان لويس هيزعل لو ما خلصتش كتابه التقارير. بعدين جالها فكره عظيمه وكتبت له. وبنرجع لحاضرها افتكرت ان اللي ماسكها دلوقتي لويس مش تعرف ان هو سيريل، وهنأته على حمل مراته اثناء نومها العميق. دوت خلى سيريل يزعل، بس فيليكس قال لسيريل ان هو لازم يتحمل المسؤوليه. فسيريل شرح له ان دوت سوء فهم وان هي بتهلوس وهي نايمه. بعدين مونيكا فضلت تتكلم وسالته عن الهديه اللي هو عاوزها كتهنئه. بعدين بنتنقل للويس وهو بيقرا رساله مونيكا ليه اللي بتهنئه فيها على حمل مراته، وعرضت تديله كتب رياضيات المبتدئين للبيبي. اما بالنسبه للمهمه ففي حاجات كتير حصلت وانتهت بان هي بقت امينه صندوق مجلس الطلبه. بس لويس ما عجبوش رد مونيكا في الرساله. ورين سالت لويس اذا كان في حاجه غلط، بس لويس بيقول لها انه مهما قرا الجزء الاول شايف ان هو الجزء الوحيد اللي كويس في الرساله، بس شايف ان هي تستاهل المديح علشان هي اول واحده هنأته على المولود. بس بيقول ايه التقرير دوت، وبيقول ان انضمامها لمجلس الطلاب انجاز استثنائي ما كانش متوقعه. بس هي بتقول ان في حاجات تانية حصلت كتير. وبعدين حرق الرساله وكان شايف ان في حدود لمدى سوء قدرتها على تقبل المدح بجد. بعدين رين قدمت للويس مشروب وقالت له ان مونيكا اتكلفت بحراسه الامير الثاني، ولويس طلب من رين ان هي تقول له رايها فيه. بعدين رين قالت ان القطعه السحريه للحاجز الواقي اللي فضلت انت سهران طول الليل عشان تعمله اتكسر بسهوله على ايد الامير الثاني، ودوت خلاك يا لويس تغضب وتزيد غضب. دلوقتي انت بتفرغ غضبك على مونيكا الخجوله. فلويس سالها هو دوت رايك الكامل، ورين قالت له ان هي سمعت ان الناس بتقول ان هو شخص مضطرب بيستمتع بالتنمر على الضعفاء. فلويس قال لها ان الكل شايفينه وفاهمينه غلط، ودوت فاجئ رين. فلويس قال لها ان الامور مش واضحه بالنسبه لهم لان هو بيتنمر على الاقوياء ودوت امتع من التنمر على الضعفاء. بعد كده حل الكوبايه بتاعته، ورين كانت قالت له ان لويس بتستمتع بالتنمر على مونيكا علشان هي ضعيفه، وان هي مفكره ان هي بقت واحده من الحكماء السبعه كملاذ اخير للابتعاد عن الناس. بس لويس كان شايف ان هي اثناء المقابله
كان باين عليها ان هي بتعاني من ضيق تنفس شديد بسبب القلق. دوت خلى عينيها تتقلب لورا وتفقد الوعي، وبيتساءل يا ترى ايه الحقيقه بجد. بعدين لويس تباهى بان هو نوع خاص من العباقره، وبما ان هو لويس ساحر الحواجز بيقول ان هو عارف حاجه واحده مؤكده، وهي ان مونيكا وحش. فرين سالت لويس اذا كانت مونيكا اقوى منه. بعدها لويس لف ليها وسالها يا ترى مين عارف، بس هو ادرك ان نيه الملك الحقيقيه كانت مراقبة الأمير الثاني في السر، لأنه راجل الكفء وكسب ثقة واحترام النبلاء جوه وبره البلد، وكمان عنده دعم الدوق كلوكفورد اللي كان أقوى نبيل في البلد، وبقى مفهوم إن هو دلوقتي متشاف كملك مستقبلي، بس هو لسه مجرد لغز. الأمير الثاني شخص ماكر جدا ما ينفعش يتغلب عليه بطرق مباشرة، علشان كده هو عاوز يتنمر على الأقوياء. فرين قالت إن هو عاوز يتنمر على مونيكا وفيليكس في نفس الوقت. فهمت دلوقتي وهتتراجع عن تقييمها السابق للويس، وهتخليه شخص مضطرب يستمتع بالتنمر على الأقوياء. بعدين بتنتقل للمدرسة لغرفة مجلس الطلبة. كان في مجموعة كتب قدامه، واتضح إن التعامل مع عواقب أفعال سورنلي يوميا محبط جدا. سيريل كان بيراجع كمان شوية سجلات مالية، بس شايف إن بعد تصرفات أرون والقبض على سورنلي الثقة اتهزت جامد، وإن لازم يبقوا حريصين أكتر دلوقتي ويكملوا واجباتهم بجد. فيليكس شاف إن كلام سيريل صح، طلب من مونيكا إن هي تاخد دوت في الاعتبار، طلب منها إن هي تروح تسلم على رؤساء الأندية بالنيابة عنه. دوت خلى مونيكا تبقى متضايقه من فكره ان هي تروح تسلم عليهم، وبتقول ان دوت مستحيل طبعا جوه نفسها. ففيليكس سلمها الاوراق، وبينما مونيكا كانت بتقرا الاوراق سيريل سحبها منها وقال لها ان هو هيرافقها، علشان بعد ما راقب شغل مونيكا المعتاد هو دلوقتي متاكد ان هي متاهله ان هي تبقى امينه الصندوق الجديده. ودوت فاجأ الكل. سيريل سالها اذا كانت هتعترض على المهمه دي كمان، بس مونيكا قالت له ان هي هتعمل اللي تقدر عليه، وكانت مرتبكه جدا. بعدين سيريل طلب منها ان هم يروحوا دلوقتي واتحركوا. بنتنقل للمدينه اللي ظهر فيها وحش عملاق، ومونيكا كانت بتستخدم تعويذه علشان تشوف الوحش بوضوح علشان كان بعيد عنها. نيرو كان معاها برضه، وكان متضايق من ظهور التنين علشان هيبوظ خططه في طلب الاكل من المحلات. وفجاه ظهر واحد من السحره ووجه هجوم للوحش، بس اتفاجئ ان الوحش ما تاثرش خالص، وبالعافيه عرف يتفادى ضربه الوحش وطار لفوق. وبنرجع لنيرو وبيسال ليه الساحر دوت ما بيهاجمش من السماء، فمونيكا قالت له ان استخدام تعويذتين في نفس الوقت صعب، بس نيرو قال لمونيكا ان دوت مش صعب عليها خالص. وبعدين بنرجع للساحر تاني اللي استخدم تعويذه تانيه علشان يهزم الوحش، بس المره دي مونيكا ساعدته من بعيد. الساحر وجه ضربه للوحش، ولما الدخان ظهر مونيكا استخدمت تعويذه وضربت نار على الوحش، ودوت ادى الى هزيمته. ودوت خلى حراس المدينه يقربوا من الساحر علشان يشكروه وكانوا ممتنين ليه، بس الساحر قال لهم ان دوت كان مجرد ضربه حظ. وبعدين مونيكا طلبت من نيرو ان هو يبعد راسه عنها علشان كان تقيل عليها، فنيرو قال لمونيكا ان هو شالها طول الطريق، وطلب منها ان هي تكافئه بان هي تطلب ليه اكل، وكان عاوز ياكل فراخ. فمونيكا سالت اذا كانت المحلات فاتحه دلوقتي اصلا، بس فجاه المحلات فتحت، ونيرو شاف ان البني ادمين عندهم قدره تحمل اكتر، ومونيكا بتبقى شايفه نفسها ما عندهاش قدره تحمل خالص. فنيرو مسك مونيكا وسالها اذا كانت ما خدتش بالها ان هي ما بقتش خايفه منه في شكله البشري، وان هي بقت عندها قدرة تحمل أكتر من الأول. وبعدين بنتنقل للمدرسة لأوضة المدرسين، وكان في واحدة من المدرسات فاكرة إن هي بقت مسؤولة عن الفصل اللي كان بيدرس فيه المدرس سورنلي علشان اتقبض عليه، بس فجأة ظهر واحد من الموظفين وأعلن ليهم عن مدرس جديد هينضم ليهم اسمه ويليام، هو ساحر مياه وهيكون استاذ ليهم في اساسيات السحر ابتداء من النهارده. ويليام رحب بيهم، وبعدين الموظف كمل كلامه عن انجازات ويليام، وواحده من انجازاته كانت ان الساحره الصامته وساحر الحواجز كانوا طلبته قبل ما ينضموا للحكماء السبعه، بس ويليام شايف ان منصبه كاستاذ فخري مصدر ملل كبير. وبعدين بنتنقل لمونيكا، ونيل سال مونيكا اذا كانت قررت المواد الاختياريه بتاعتها، بس مونيكا ما عملتش كده لسه. ويليو تفتكر ان الفنون من الانشطه المرموقه للنبلاء، وسال مونيكا اذا كانت بتعرف تعزف على آلة موسيقيه ولا لا، بس مونيكا قالت له ان هي ما بتعرفش تعمل كده. وهنا اليو تفتكر ان الرسم هو احسن اختيار لمونيكا. سيريل قال ان هو اتعين في فصل التطبيقات المتقدمه للسحر العملي، بما ان السحر برضه من الانشطه المرموقه للنبلاء. وحصل خلاف بين اليوت وسيريل على الموضوع دوت، بس فيليكس قال لسيريل ان صوته جميل في الغناء، ودوت احرج سيريل. وسال فيليكس امتى سمعتني وانا بغني، ففيليكس قال له ان هو سمعه لما كان لوحده في اوضه التسجيلات، وانه كان شاطر قوي، وطلب منه ان هو يخليه يسمعه تاني وهو بيغني في وقت تاني، بس سيريل رفض الفكره على طول وراح علشان يجيب شويه ورق علشان هو بيهرب من الموضوع. فيليكس قال لاليوت ان هو عارف ان هو بيعرف يعزف على الكمان برضه، وطلب منه ان هو يبقى يسمعه وهو بيعزف جنب سيريل وهو بيغني في وقت تاني برضه يعني، بس اليوت طلب من فيليكس ان هو يعفيه من الموضوع ده. بعدين فيليكس سال مونيكا ايه رايها في المواد الاختياريه بتاعتها تكون عن السحر، لانه بيعتقد ان هي شبيهه شويه بالرياضيات. ومونيكا هنا ما قدرتش ترد، وافتكرت لويس لما قال لها لو حد سالها سؤال وما قدرتش ترد تقول ان هي هتفكر في الموضوع. ففيليكس سالها تاني اذا كانت عاوزاه يوريها طبيعه الفصل بكره، فمونيكا ردت وقالت تمام هفكر في الموضوع. ففيليكس قال لها ان هو هيرافقها للفصل بكره، ودوت صدم مونيكا. تاني يوم مونيكا كانت مع فيليكس، وفيليكس قال لمونيكا ان الاكاديميه ديت مميزه بالنسبه للسحر، فمونيكا سالت فيليكس اذا كان بيمارس السحر، بس فيليكس ما عندوش اي موهبه في السحر. بعدين نيل وصاحبه الجديد شافوا الامير فيليكس في الممر، وصاحب نيل اتفاجئ جدا لما شاف الامير، وعرف بنفسه وقال ان اسمه جلين وان هو في نفس الفصل مع نيل. الامير عرف نفسه لجلين برضه.
سلموا على بعض. مونيكا عرفت نفسها برضه، وجلين مسك ايديها علشان يسلم عليها بس بقوه جدا. بعدين جلين طلع كاستناء مشويه واداها لفيليكس ومونيكا كدليل على الصداقه، بس نيل اتضايق من تصرفات جلين وطلب منه ان هو يحترم نفسه شويه. بعدين فيليكس قال ان هو سمع عن تنين ارضي ظهر في المدينه، والظاهر ان في ساحر معدي هزمه، وساله اذا كان ليه علاقه بالموضوع دوت، بس جلين قال له انه ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. دوت فاجئ مونيكا علشان هو اللي واجه الوحش. بعدين جلين سال مونيكا ايه الماده الاختياريه اللي هي هتحضرها، وكالعاده مونيكا ما قدرتش تتكلم، ففيليكس قال له ان هي رايحه معاه دلوقتي علشان يشوفوا اساسيات السحر. فجلين ونيل كانوا كمان رايحين هناك برضه، وبعدين راحوا لاوضه اساسيات السحر. ومونيكا افتكرت ان محدش هيعرفها في المكان دوت، بس لدهشتها مدرس السحر الجديد اللي اسمه ويليام ظهر لها، ودوت صدمها وافتكرت ماضيها معاه. فيليكس قال للمدرس ان هو جاب الطلاب هنا علشان ياخدوا فكره، بس ويليام ساله عن عدد المبتدئين معاه علشان نظره ضعيف، ولما عرف ان هم 3 بس طلب منهم يقعدوا في اي مكان هم عايزين يقعدوا فيه. مونيكا كانت مذهوله ان هو ما تعرفش عليها. وبعدين ويليام شرح للطلاب عن 3 نقاط مهمه بتخلي الساحر شاطر، ومونيكا كانت حاسه باحراج شديد. بعدين ويليام شرح لهم ان الرياضيات مهمه جدا برضه، وانها بتقوي السحر، ومن خلالها بيقدروا يلقوا تعويذات قويه جدا، وفي مثال على كده وهي الساحره الصامته، ودوت ادى لصدمه مونيكا مره اخرى. وبعدين ويليام شرح لهم النقطه الاخيره من ال3 وهي التلاعب بالمانا، وان لو شخص عنده التقنيه دي يقدر يستخدم السحر حتى لو ما فهمش تركيبات السحر كويس، على الرغم من ان جوده التعويذات بتكون قليله. وبعدين طلب منهم ياخدوا فكره عن جهاز قياس المانا دوت، وورى لهم اللون الازرق، ودوت بيدل على ان العنصر المفضل ليه هو المياه. وقال للطلاب ان دلوقتي دورهم، وجلين كان متحمس علشان كان عاوز يختبر اذا كانت المانا بتاعته بتتجاوز الرقم 150، لان دوت هيسمح له انه ينضم للحكماء ال7. بس نيل رفض الموضوع دوت بشده علشان هو ما عندوش القوه دي. مونيكا قالت لنفسها ان اخر مره قاست فيها قوتها كانت 202 ولسه بتزيد. ونيل حط ايده وكان مستوى المانا عنده 96، مع ان العنصر المفضل ليه هو الارض. وويليام قال ان دوت مش وحش خالص، ودوت فرح نيل. مونيكا كانت مستخبيه علشان ما تضطرش تعمل كده، بس جلين تقدم، ومونيكا حاولت تسيب الفصل، بس ويليام طلب منها ان هي تقف، وسال اذا كان عارفها ولا ايه. وعلى الناحيه الاخرى جهاز قياس المانا كان هيتكسر تقريبا. ويليام قال لجلين ان الجهاز فيه عطل، دوت خلى ويليام مشغول بالجهاز، ودوت سمح لمونيكا ان هي تهرب فورا. بعدين وقفت فجأة وسألت هو ليه قوة جلين بتتجاوز ال 250؟ لأن 2 بس من الحكماء ال7 هم اللي بيمتلكوا المستوى دوت من المانا. بعدين سمعت صوت جاي من الأوضة اللي جنبها، وراحت تتأكد وشافت مجموعة من الشباب بيلعبوا شطرنج. بعدها اليود ظهر جنبها ورحب بيها وسالها اذا كانت بتحب الشطرنج، فمونيكا نفت ان هي تعرفه اصلا، بس اليود قال لها ما تترددش ومسك ايديها علشان يعلمها. بعدين استعدوا يلعبوا مع بعض، ومونيكا سالت اليود ايه اللي بيعمله عشان يكسب، وده خلى اليود يضحك وقال لها ان كل اللي عليها تعمله ان هي تاخد ملك الخصم وتهزمه، وقال لها ان اللعبه دي زي شن الحروب. فمونيكا استغربت لان بما انها بتشبه شن الحروب، ايه القطعه اللي هتكون زي الجندي الساحر في الفتره دي؟ فاليود قال لها ممكن تكون الحصان، علشان الرهبان المحاربين كانوا بيستخدموا السحر في الماضي. فمونيكا بدات تسال اسئله غريبه، ودوت فاجئ اليود لان اسئلتها لها علاقه بالحروب الحقيقيه. فاليود قال لها ان كل الاسئله دي مش بتتاخد في الاعتبار في اللعبه، بس مونيكا افتكرت ان في ساحه المعركه في محاكاه للحرب، وان اللعبه دي مجرد لعبه سطحيه. ودوت فاجئ الممارسين التانيين من شده ذكائها. فمونيكا شافت ان الهدف هو هزيمه الملك، واليود اكد لها دوت. فمونيكا افتكرت ان دوت سهل جدا والكل انتبه ليها في اللعبه. بعدين اليود طلب منها تلعب، ومونيكا سالت اذا كان عادي لو عملت اول حركه. فاليود اندهش لانها فهمت ان اللي يبدا الاول هو اللي ليه الميزه. وبعدين مونيكا وبداوا يلعبوا ضد بعض، وكان الكل بيتفرج عليهم ومستني نتيجه الفوز. اليود سال نفسه ازاي مونيكا عملت كل دوت، وان موقفه دلوقتي بالفعل حرج. بعدين افتكر انه ممكن يكسب بحركه التبييض، بس اليود ما كانش قال مونيكا عن حركه التبييض دي، ولما جه يعمل الحركه دي ايده كانت بترتعش. بعدها مونيكا عملت حركه ايجابيه، واليود قال لها ان الحركه اللي هو لسه عاملها دلوقتي اسمها تبييض، وما ينفعش تتعمل الا لو الملك والرق ما اتحركوش قبل كده، وخاصه لو ما فيش اي قطع ما بينهم. وهنا مونيكا قالت له ان هي خسرت علشان ما ينفعش تفوز طالما التبييض ديت حركه رسميه. وبعدين اعتذرت علشان هي افتكرت ان اللعبه سهله، وخاصه ان مواجهه خصم بشري معناها ان في متغيرات كتير. وبعدين مدرس الشطرنج اتقدم وسال مونيكا عن اسمها، بس هي تهتهت تاني في النطق، عشان كده اليود عرف مونيكا للمدرس وقال ان هي معاه في مجلس الطلاب. بعدين المدرس مسك ايد مونيكا علشان يكلمها وطلب منها ان هي تنضم للفصل دوت. وبعدين الليل جه وبنتنقل لاوضه مونيكا، وهناك نيرو سال مونيكا ايه الفصل اللي هتختاره، بس مونيكا كانت في حاله صدمه من وضعها. فنيرو بدا يضربها علشان يفوقها، بس مونيكا قالت له انه ما ينفعش تنضم لفصل اساسيات السحر علشان المدرس ويليام هو اللي بيدرسه، لكن لازم تختار فصلين. فنيرو شاف ان مونيكا عنيده وسالها اذا كانت عاوزاه يطبطب عليها بكفوفه، فهي طلبت منه ان هو يعمل كده. بعدين بنتنقل لاوضه مجلس الطلاب، ومونيكا كانت مبسوطه جدا بسبب ممارستها للشطرنج. واليود سال سيريل عن ايه اللي رسمه، بس سيريل قال له انت مش شايف انه طور وعجله؟ بعدين مونيكا قربت منهم وسالتهم هما بيتكلموا عن ايه، فسيريل طلب من مونيكا تخلي اليود يشوف شعار التاجر. بعدين اليود سال مونيكا اذا كان ده شكله زي الطور فعلا، ودوت احرج مونيكا واعتذرت، واليود قال ان دي الحقيقه فعلا.
وسيريل قال ان فيليكس قدر يتعرف عليه. وبعدين مونيكا ورته شعار شركه ابوت وقالت ان هي شافته من يومين على القائمه. وهنا سيريل فهم ان التور بتاعه كان ناقصه ديل، بس اليوت قال له ان اللي ناقصك يا سيريل هو موهبه الرسم نفسها. بس المهم اليوت عرف شكله دلوقتي. بعدين اليوت قال لمونيكا ان التجار هيوصلوا قريب، طلب منها ان هي ترافق. مونيكا رافقت اليوت وسيريل كان بيتفرج عليهم، بس صاحبته لاحظت ان هو حريص جدا. وبعدين اليوت ومونيكا راحوا يقابلوا التجار، بس اليوت حس بخيبه امل علشان ما اعترفش لمونيكا واعتذر لها عن حركه التبييض في الشطرنج، وكان على وشك ان هو يعتذر لها. بس مونيكا لاحظت ان شعار شركه ابوت كان مختلف عن العربيات، فاليوت سال مونيكا اذا كانت غلطانه. بس مونيكا ما بتنساش حاجه شافتها قبل كده، والتور برضه ناقصه ديل. بس اليوت طلب من مونيكا في اللحظه دي ان هي تنادي الحراس وانه هيوفر ليها الوقت. لكن على الناحيه الاخرى واحد من الحراميه كان بيقرب منه بسكينه، ومونيكا ترددت، بس اليوت قال لها ان هو نبيل واجبه ان هو يحمي عامه الشعب، فاليوت هاجمه. بس مونيكا تصرفت بسرعه والقت تعويذه على الحصان، ودوت ادى لضربات بتتوجه للحراميه من خلال الحصان، ونجحت في هزيمتهم. بس الحصان كان هيصطدم باليوت تقريبا، لكن عرف يتفاداه، ولما تفاداه الحصان عدى بسرعه من جنب مونيكا، وده خلى مونيكا تحس بخوف شديد. بعدين الحصان رجع تاني، لكن واحده من الطالبات ركبته وقدرت تسيطر عليه وخلت الحصان يحس بالاطمئنان. بعد كده الحراميه اتقبض عليهم واتحطوا جوه المخزن. اليوت راح يستدعي الحراس وطلب منهم ان هم يفضلوا في مكانهم. بعدين مونيكا شكرت البنت على مساعدتها، والطالبه عرفت عن نفسها وقالت ان اسمها كيسي وانها في السنه الثالثه. بعدين مونيكا عرفت عن نفسها برضه، ومونيكا حست بعدم الارتياح لما الحصان عمل صوت قريب منها. بس كيسي هدت الحصان تاني وسالت مونيكا اذا كانت عاوزه تجرب، وقالت لها ان هي لازم تطبطب عليه الاول. بعدين مونيكا طبطبت على الحصان واعتذرت ليه علشان اذيته قبل كده، وسالت كيسي اذا كانت بتحب الخيول. بس كيسي طلبت منها ما تكلمهاش رسمي قوي كده، وطلبت منها ان هي تناديها كيسي. بعدين قالت ليها ان هي بتحب الخيول، وان في بلدتها كانت بتساعد في تحميل الحيوانات على العربيات، وبتحب اغنيه الخنزير العجوز سام. وقالت ليها ان هي ممكن ما تعرفش الاغنيه دي لانها اغنيه اطفال عن الحيوانات. بس مونيكا طلعت عارفه الاغنيه دي كويس، وانها بتحتوي على سلاسل ارقام جميله، وده خلى كيسي تضحك جدا لانها ما كانتش مصدقه ان هي هتقابل حد يعرف الاغنيه دي. وبعدين قالت لها ان هي ما بتتفقش مع بقيه الطلاب هنا علشان هي مجرد نبيله ريفيه بتروح تصطاد. وبعدين طلبت من مونيكا ان هي ترافقها وركبوا العربيه سوا. وبعدين طلبت منها تفتح عينيها، ودوت اذى مونيكا جدا. كيسي سالت مونيكا اذا كانت بتحب الخيول، بس مونيكا بتقول ان الخيول جميله جدا. بعدين كيسي سالت مونيكا اذا كانت عاوزه تنضم لفصل ركوب الخيل، بس قوه مونيكا البدنيه ضعيفه جدا. وهنا كيسي قالت لها ان المدرس قال ان المبتدئين مرحب بيهم، وان هي لو انضمت كيسي هتكون مدرس اضافي ليها لو انضمت ليه. فمونيكا كانت متردده جدا وكانت عاوزه تجرب حاجه جديده. سالت كيسي تفتكري اقدر ان انا اركب حصان؟ بعدين بنتنقل لاوضه مونيكا، ونيرو سال مونيكا ايه اللي حصل، بس لاحظ ان هي تعبانه جدا ومنهاره وما ردتش عليه عشان كانت نايمه من التعب. ونيرو قرا الورقه وما توقعش ان هي اختارت الشطرنج وركوب الخيل. بنروح لاوضه المدرسين، ومدرسه الرقص كانت في ورطه كبيره علشان كانت فاكره ان طلبه الاكاديميه شاطرين في الرقص. وبعدين بنروح لصاله الرقص، ومونيكا كانت بترقص مع جلين، بس كانت خايفه قوي، وجلين كان شايف ان الايقاع بطيء وان هم لازم يسرعوه شويه، ولما زودوا سرعتهم ده خلى جلين يسيب مونيكا وهي حاسه بدوخه. بعدين نيل طلب منهم ان هم يعملوا حاجه قبل الاعاده. كيسي قالت ان هم هيغيروا الشركاء علشان يتقنوا خطوات الرقص، واختارت ان هي تبقى مع جلين، ودوت فرح جلين قوي. بس نيل سال مين هيعزف ليهم، فلانا ظهرت وقالت ان هي اللي هتعزف، ودوت فاجئهم. وجلين سال مونيكا هي مش دي صاحبتك، فمونيكا اكدت له ان دي صديقتها. وبعدين نانا قربت منهم وقالت لجلين ان هي الصديقه الرائعه اللي هتتدخل علشان تساعد، وان هو لازم يشكرها. بعد كده بنتنقل لمدرسه الرقص اللي كانت رايحه لصاله الرقص وبتتساءل اذا كان الطلبه اتقنوا الرقص ولا لا، والمدرسه قربت من الصاله وشافتهم بيرقصوا وكانت مبسوطه. وبعدين بنروح لمكتب فيليكس، وفيليكس سال نيل اذا كانت مونيكا هتقدر تنجح في الاختبار ولا لا، فنيل كان شايف ان دوت بيعتمد على مجهودهم في التدريب. بس نيل قال لفيليكس ان طالما نيل الطيب قال كده يبقى اكيد دي كارثه كبيره. بس فيليكس كان متاكد من نجاحها وقال لسيريل ان مفيش داعي للقلق. بعدين فيليكس قرب من مونيكا وقال لها ان هي هترفع راسه علشان عنده امال عاليه عليها. فمونيكا ردت وقالت ان هي الاول هتحلل ايقاع المزيكا وتطابقه مع خطواتها. لما قعدت تحلل في الرقصه، سيريل طلب من مونيكا تحرك جسمها بدلا من عقلها. بعد كده بنتنقل لاوضه مونيكا وهي نايمه على السرير، ونيرو قاعد فوقها بيخبط على ظهرها، وكان شايف ان مسابقه الرقص اللي بيكسب هو اللي بيدوس على رجل شريكه اكتر. بس مونيكا قالت له ان دوت غلط ومش مكتوب في الكتاب كده. وبعدين نيرو افتكر اللي مكتوب في الكتاب وقال ان جوليا بتخضع لقياده بارثولوميو، وان هم شبكوا ايديهم واتحركوا على ايقاع قلوب بعضهم. ده معناه ان هم كانوا بيدوسوا على رجلين بعض. ده المشهد المختلف اللي نيرو بيفكر فيه. وقال مونيكا ان هي ملهاش حل غير ان هي تتقن الرقص علشان توقعات الامير العاليه. بعدين مونيكا افتكرت ابوها زمان لما قال لها ان هو عايزها ترفع راسه قدام الناس، وقال لها ان جسم الانسان بيتكون من ارقام مهوله، وانه لو قدر يحلل المعادلات اللي بتخلي الانسان انسان ده ممكن ينقذ ناس كتير بتعاني من امراض. علشان كده لازم يبذل مجهود كبير. ودوت ادهش مونيكا. ولما ابو مونيكا اللي اسمه اوفي حقق توقعات كل الناس وعالج امراض كتير، حصل حريق. وبعدين بنرجع للحاضر بتاعها، وقالت لنفسها ان هي اكتشفت السحر من غير ترتيل صدفه لما حاولت ان هي ترفع راس ابوها. بس بعد ما فكرت شويه اقتنعت ان هو الافضل ان محدش يتوقع منها حاجه.
وبعدين افتكرت مقابلتها مع فيليكس وافتكرت لحظاتها السعيده كمان، وبتقول ان هي نفسها هتكون لوحدها في كوخ مليان ارقام. وبعدين قعدت على السرير ونيرو استغرب وسال مونيكا مالك، ومونيكا قالت له ان هي عايزه تتمرن على الرقص اكتر، وعلشان كده نيرو اتحول لشكل انسان وسالها اذا كانت محتاجه اي مساعده. بس مونيكا قالت له ان هو ما يعرفش اي حاجه عن الرقص، لكن نيرو رقص معاها وطلب منها ان هي تستعد لتدريب مكثف. بعد كده بيتنقل لفصل مونيكا وكانت حاسه بالم في كل جسمها، وبتقول لنفسها ان نيرو طلع فعلا شاطر في الرقص، بس هي ضايقته كتير لما داست على رجله اكتر من مره امبارح، وبتعتقد ان هو مش هيحب يتمرن معاها تاني. بعدين المدرسه بلغت الطلبه بتقسيمات الفرق لحفله الشاي، وقالت ان دوت جزء اجباري زي الرقص الثنائي، وطلبت منهم ان هم يبذلوا مجهود علشان ينجحوا فيه. بعدين مونيكا راحت لايزابيل علشان تساعدها، وايزابيل كانت مستعده لدوت، وقالت لمونيكا ان هي هتساعد صاحبتها تعدي التدريب، وده خلى مونيكا ممتنه لايزابيل. بس ايزابيل قالت لمونيكا ان الشاي مساله ذوق شخص، ومفيش طريقه صحيحه او واضحه لتحضيره، في حاجه واحده لازم يتم تجنبها. فمونيكا سالتها ايه هي، فايزابيل قالت لها ان هي ما تحضرش نفس نوع الشاي اللي هيجيبه غيرها في الحفل. سالتها اذا كانت تقدر تتاكد من انواع الشاي اللي هيجيبوها اصحابها، فمونيكا قالت ان على الترابيزه بتاعتها في لانا وكيسي وبنت تانية ما تعرفهاش، بس هيكون صعب ان هي تعرف هيحضروا ايه، وده خلى مونيكا متضايقه. سالت نفسها المفروض تعمل ايه، بس ايزابيل قالت لها ما تقلقش، وبغض النظر عن اي شريره نبيله هتحضر هي هتضمن تحضير شاي مثالي ليها، ودوت فرح مونيكا قوي. بعدين مونيكا راحت للمطبخ علشان تعمل الشاي، بس كانت متوتره قوي وحاولت تفتكر تصرفات ايزابيل، شكت ان هي هتقدر تدبر الموضوع. وبعدين كيسي قربت منها وسالتها اذا كانت مونيكا حضرت اوراق الشاي بتاعتها، فمونيكا ردت وقالت طبعا. كيسي قالت لها ان هي كمان حضرت اوراقها، وبصوا على الخدم ولاحظوا ان كل واحد بيطلب من خادمه ان هو يحضر الشاي. كيسي اقترحت ان هم يحضروا حاجه مع بعض، وحطت ورقتها تحت الشاي بتاعها، وبعدين سالت مونيكا اذا كانت عايزه واحده هي كمان، فمونيكا عملت كده، وكيسي قالت لمونيكا ان محدش هيقدر يغلط في صاحب الشاي لو حطوا الورقه دي عليها. بعدين كيسي قالت لمونيكا تستعجل علشان ما يسمعوش اي تعليقات ساخره من كلوديا، فمونيكا سالت كيسي اذا كانت تقصد البنت الثانيه في حفله الشاي اللي هتكون معاهم، وسالت عن شخصيتها، فكيسي ردت وقالت ان كلوديا ذكيه جدا وبتقرا طول الوقت وسموها المكتبه المتنقله. بعد كده بنتنقل لترابيزه شاي مونيكا مع اصحابها، بعد ما قدموا لهم الشاي كلوديا طلبت منهم ان هم يستمتعوا بشربه، بس مونيكا قالت لنفسها ان كلوديا مختلفه عن البنات النبيلات اللئيمات اللي ايزابيل حكت لها عنهم. ولما كيسي دقت الشاي عجبها وسالت كلوديا ايه نوعه، كلوديا ردت وقالت ان هو اكتر حاجه شعبيه في البلد، وقالت لها ان اعتقد مفيش داعي للسؤال ده. بعدين لانا قالت ان هي بتحب تضيف لبن على الشاي، وسالت كلوديا اذا كان عندها لبن، بس كلوديا قالت لهم ان الاوراق دي مش بتندمج مع اللبن. سالتها اذا كان ذوقها وحش قوي للدرجه دي، لدرجه ان هي مش قادره تميز دوت، ودوت اتصدم لانا هي كمان. وكان في مجموعه بنات تانيين على ترابيزه تانيه غيرانين من مونيكا علشان هي في مجلس الطلبه. في واحده منهم افتكرت لما سيريل وبخها علشان زقت مونيكا على السلم، وقررت ان هي تنتقم منها بغضب. بعدين كيسي جابت الشاي بتاعها وقالت للانا انه بيندمج مع اللبن، ولانا طلبت من كيسي ان هي تديها شويه، وجه دور لانا ان هي تقدم الشاي بتاعها. لما دقوها عجبهم قوي. كيسي قالت لها انه طعمه منعش جدا، ولانا قالت ان هو احسن نوع شاي الموسم دوت مع توصيل خاص، بس كلوديا شافت ان البدايه بنكهات قويه بتدمر تجربه التذوق. فمونيكا تساءلت اذا كانت كلوديا اختارت الشاي بتاعها يكون خفيف علشان هي هيتقدم في الكوب الاول علشان تحافظ على حاسه التذوق بتاعته. بعدين كلوديا قالت لهم ان اوراق فرينديا الذهبيه هي اغلى انواع الشاي في الموسم ده، لو كانوا في مجلس ستات نبيلات بيستمتعوا بالشاي ده هيكون احسن اختيار، وان احضار شاي خاص لحفله زي دي ممكن يعتبر اهانه لغيرهم. كيسي قالت لها ان هي مش شايفه ان هي اهانه، وسالت مونيكا ايه رايها، فمونيكا كمان شايفه ان دي مش اهانه، بس كلوديا قالت لمونيكا ان هي متوقعه ان اجابتها تكون كده علشان السؤال جاي من صاحبتها، وده خلى مونيكا متوتره. ولانا اتعصبت من كلوديا علشان بتتكلم بعبارات ساخره، وقالت لها ان هي اكتر شخص مزعج ومش مناسب للجو، بس كلوديا تساءلت اذا كانت تستاهل ان لانا حد يضيع كلامه عليها. وبعدين سالتها اذا كانت تعرف الساحره الصامته، فلانا ردت وقالت ان هي اتقنت السحر من غير تعويذ وهي عندها 15 سنه، وطورت تعويذ كتير بمعرفتها لانها ما كانتش بتحضر اي محاضرات اكاديميه وما اتكلمتش ولا كلمه في اي حفل، وتم تعيينها كعضو من الحكماء السبعه، وكان في حد بيتكلم بالنيابه عنها. فمونيكا قالت لنفسها ان هي عملت كده فعلا، وخلت لويس هو اللي كان بيتكلم بالنيابه عنها علشان كانت بتحس بالتوتر. بعدين كلوديا سالت لانا اذا كانت قرات مقالاتها، وقالت ان هي المقالات بتديها فكره عن شخصيتها عند القراءه، وان هي ذكيه وحكيمه جدا ولازم اكيد ادركت قيمه الصمت. بس مونيكا فكرت مع نفسها ان هي مش حكيمه ولا ذكيه خالص، وان هي مجرد شخص خجول وانطوائي. بعدين لانا سالت كلوديا اذا كانت تقصد ان الاذكياء المفروض ما يدوش اهتمام للاغبياء، فكلوديا ردت وقالت اننا لو فكرنا فيها الاسم الحقيقي للساحره الصامته هو مونيكا ايفوريد، وهو مشابه لحد ما لاسم مونيكا نورتون. وقالت ان هي ما اتكلمتش ولا كلمه من ساعه ما وصلت هنا، وكلوديا تساءلت اذا كانت مش بتتكلم علشان مش عاوزه تضيع كلامها على الاغبياء، بس مونيكا اتحركت بسرعه وقالت لهم راح اجيب الشاي الخاص بتاعي. بعدين بنتنقل للمطبخ، ومونيكا كانت بتتساءل اذا كانت كلوديا لاحظت ان هي الساحره الصامته، وبتتساءل اذا كانت كلوديا قالت الكلام دوت بالصدفه ولا هي كانت متاكده منه. وبعدين بدات تدور على الشاي الخاص بتاعها بس ما لقيتهوش، بعد شويه لقيته جوه صندوق قمامه. بعدين كيسي جت ليها وسالتها ايه ده ومين عمل كده، سالتها كمان اذا كان عندها اي شيء احتياطي،
فمونيكا عيطت وقالت لها ان هي ما عندهاش الكلام ده. فكيسي اقترحت تستخدم الشاي الخاص بتاعها احسن من ما فيش. بس مونيكا فكرت انها لو قدمت نفس الشاي اللي حد تاني قدمه هيكون غش. بس كيسي ما اقترصتش لان المهم ان حفله الشاي تكون لذيذه وممتعه. بس مونيكا مشيت على طول، وبعدين بنرجع للترابيزه تاني، ولانا بدات تاكل كيك وبتبص على كلوديا وبتقول لنفسها ان كلوديا فاكره ان هي مش مناسبه للحفله دي، ولانا عايزه اصحابها يشربوا اجود انواع الشاي فقط. في الوقت كيسي جت ليهم وكانت هتقول للانا ايه اللي حصل، بس مونيكا وصلت وهي شايله كاتل في ايديها. بس مونيكا ما جابتش شاي وقدمت ليهم قهوه، وقالت ليهم ان البدايه بنكهات قويه بيدمر الذوق، بس علشان اخر حاجه القهوه دي طعمها لذيذ. بعدين دقوا القهوه وكيسي تساءلت اذا كان شرب القهوه كان سهل كده على طول. بعدين لانا قالت ان مفيش اي طعم غريب في الاخر او اي حموضه. فمونيكا قالت لهم ان كل ما القهوه بتتخمر اكتر كل ما طعمها يبقى اقوى، واستخدام الوعاء يقدروا ان هم يحضروها اسرع. بعدين كلوديا قالت ان تقديم حاجه غير متوقعه مش حاجه وحشه، بس دي حفله شاي وشرب حاجه غير الشاي المفروض ما يحصلش. بس مونيكا كانت شايفه هي كمان، لكن هي عاوزه تشارك اللي بتحبه مع اصحابها حتى لو ما كانش مناسب للجو. بعدين لانا شربت القهوه فاجأ كيسي اللي سالت لانا بتعمل ايه، بس لانا عجبها قهوه مونيكا قوي. وبعدين خلصوا حفله الشاي. كيسي قالت لمونيكا ان هي لازم تنجح في اختبار الرقص دلوقتي، بس مونيكا اتوترت تاني وسالت نفسها هتعمل ايه. فكيسي قالت لها ان هي هتساعدها تاني وهتدعمها. وبعدين راحوا صاله الرقص، وفيليكس كان جواها مع سيريل. فيليكس قال لمونيكا ان هو مش قاسي القلب لدرجه ان هو يعلق كل اماله عليها وبعدين يتخلى عنها. وسيريل طلب منها ان هي تكون ممتنه لكرم الامير اللي ملهوش حدود، بس فيليكس قال لسيريل ان هو مش دعاء اصلا. فسيريل قال له ان هو مساعده الشخص. بعدين فيليكس سال سيريل اذا كان خلص شغله كله النهارده، لانه ما كانش عاوز يجي لتدريب مونيكا من البدايه، وده خلى سيريل محرج جدا. ولانا كانت شايفه ان مذهل. بعدين سيريل قال لجلين ان اداء الرقص بتاعه ضعيف جدا، وطلب منه انه يشوفه وهو بيرقص. وبعدين قرب من مونيكا وطلب منها ترقص معاه. بعدين لانا بدات تعزف وسيريل ومونيكا بداوا يرقصوا، ادهش كل الناس. مونيكا كمان كانت متفاجئه بمهاره سيريل. وبعدين خلصوا وسيريل سال جلين اذا كانت اتفرج كويس، لان دي الطريقه اللي المفروض يتم قياده الست بيها. ومونيكا قالت لسيريل ان هي حاسه بالاطمئنان علشان رجع لطبيعته، بس سيريل ما كانش فاهم قصد مونيكا وسالها تقصد ايه. المهم بعدين سيريل قال ان في رقص الشركاء كل حاجه بتعتمد على مهاره الراجل في القياده. وبعدين فيليكس قرب من مونيكا وطلب من جلين ان هو يتعلم اسلوب القياده من سيريل وان هو هيتولى امر مونيكا. بعدين فيليكس مد ايده لمونيكا، بس مونيكا كانت متردده جدا تمسك ايده، وده خلى فيليكس يعتقد ان هي مش عاوزه ترقص معاه. بس مونيكا قالت له ان هي عايزه فعلا ترقص معاه، طلبت منه ان هو يقودها زي سيريل. بعدين فيليكس مسك مونيكا بس اتجمدت في مكانها، وفيليكس قال لمونيكا ان هي رقصت بشكل طبيعي مع سيريل. وبعدين بدا يتحرك ويرقص على مزيكا بتاعت لانا. واثناء رقصهم فيليكس طلب من مونيكا ان هي ما تركزش على الخطوات بتاعتها دلوقتي، وطلب منها تمشي بشكل طبيعي وهي بتتكلم معاه. بس مونيكا كانت بتسال المفروض تعمل ايه. بعدين فيليكس سال مونيكا اذا كانت صاحبتها هي اللي صففت شعرها النهارده. هي ردت وقالت ان هي اللي سرحت لنفسها وان هي اشترت مشط جديد. ففيليكس سال عن نوع المشط، بس مونيكا قالت له ان السيده كوليت هي اللي اختارته ليها، وقالت له ان البقبض بتاعه مزين بزهره. وبعدين مونيكا بصت على النقشه اللي على بروش الامير وشافت ان هي جميله قوي من قرب، وانه ممكن يستخدم كدرع عكس. وعاده الدروع بتكون ضعيفه بس استخدامها متعدد الاوجه. وبعدين خلصوا رقص وكل الناس شجعوهم، وكيسي كانت شايفه ان مذهل وان مونيكا اتعلمت الرقص بسرعه واتقنته، ونيل كان شايف ان احسن اداء على الاطلاق. وبعدين فيليكس قال لمونيكا ان هي عاده بتفكر كتير قوي، بس لو استمتعت بالكلام فقط هتبطل التفكير الزياده وهتسترخي، هيسمح لشريكها ان هو يقودها في الرقص. بس مونيكا ما خدتش بالها ان هي كانت بترقص، وفيليكس قال لها انها رقصت بشكل رائع. بعد مونيكا قالت لفيليكس ان النقشه على البروش بتاعك بتعكس الضوء بشكل جميل، وده تخليها تتاملها وتبطل تفكر في حاجات ملهاش لازمه. تسبب صدمه لكل الموجودين. ففيليكس سال مونيكا اذا كان الكلام معاه ملوش لازمه، وده خلى مونيكا تتوتر تاني لانها ما كانتش تقصد تقول كده، وقالت له ان هي تقصد ان هي رقصت كويس بفضل البروش بتاعه. زملاء مونيكا احتفلوا بنجاحها في الامتحانات وكانوا بياكلوا لحمه مشويه، والامير فيليكس قرب منهم وقال ان هم محتاجين اذن علشان يشووا في ارض المدرسه، والمفاجاه ان هو شاركهم الاحتفال صدم الكل. بعدين رين ادت لمونيكا هديه من لويس مكافاه ليها على القبض على سورنلي. مونيكا اختارت تكتب ليه جواب شكر بعد ما عرفت ان هي اتعاملت كمان مع متسلل. رين شرحت ان حاجز لويس بيمنع التهديدات الخارجيه لكنه ضعيف ضد الاضطرابات الداخليه. فمونيكا خمنت ان لويس اكيد خبى تركيبه الحاجز في مكان ما في الاكاديميه، وعلى حسب كلام رين لويس قال ان حاجز الدفاع بتاعه مليان بالافخاخ، وتحدى مونيكا ان هي تحاول تعيد كتابه التركيبه. وهي في طريقها لمجلس الطلاب مونيكا اتفاجئت لما شافت كلوديا اللي كانت بتبص عليها. الظاهر كانوا بيقابلوا بعض كتير الفتره اللي فاتت. مونيكا كانت متوتره وعدت بسرعه بتحاول ما تلفتش النظر لنفسها، لكن في الاخر هتقابل كارولين وصاحبتها. مونيكا كانت بترجع لورا بالراحه، وكارولين عزمتها على حفله شاي. مونيكا فكرت ان هي هتقدر تتعامل مع الموضوع لانها بعد ده كله هي عضوه في مجلس الطلاب. وهناك كارولين افتكرت لما مونيكا اتزقت على السلم، ولما شافت مونيكا كويسه كارولين طلبت منها تقول لسيريل ان كان مجرد حادثه، لكن لو مونيكا عملت دوت هيبوظ اللي سيريل عمله علشانها.
وكانت بترتجف وقالت ان هي مش عاوزه تعمل كده وحاسه بفخر كبير بنفسها. لكن لما رفعت راسها كارولين كانت بتبص عليها بتهديد. مونيكا رفعت الشاي علشان تشرب والبنات التانيين غمزوا لبعض بخبز. مونيكا لاحظت ان الشاي مر واستغربت يا ترى نوعه ايه، وبعدين شربت الكوبايه كلها ودوت صدم البنات. وفجاه رؤيه مونيكا اتحولت للاحمر ورجعت بيها ليوم ما ابوها اتحرق وهو حي. فضلت واقفه متجمده والناس بتوصفه بالزنديق، وهي كانت بتتفرج على كتبه وهي بتتحرق. كانت بتحاول تفتكر الارقام اللي سابها وراه، كانت عاوزه تحافظ على ذكرى حياته. لما كانت بتقضي ايامها في حفظ الارقام عمها السكران كان بيلوم ابوها على ان هو بوظ شغله. والطلاب اتجمعوا وشافوا مونيكا مغمى عليها في الارض. كلوديا جريت ودخلت وواجهت كارولين وطلعت السم اللي استخدمته من جيبها. حتى مع ان كارولين حاولت تدعي ان ديت مجرد قطره عين عاديه، كلوديا اجبرت مونيكا ترجع كل اللي في بطنها وطلبت من حد ان هو يتصل بالعياده ومجلس الطلاب. بعد فتره قصيره مونيكا حست بايد دافيه على ايديها وافتكرتها ايد ابوها، لكن فتحت عينيها وشافت فيليكس وسيريل جنبها. مونيكا انحنت باحترام وقدمت اعتذار عن كل المشاكل اللي سببتها، ففيليكس حسها ان هي تبص عليه، لكن الذنب كان بيتقل عليها بالذات ان هي عضوه في مجلس الطلاب. فسيريل شالها وفكرها ان هي الضحيه في الموضوع دوت. بعدين حط مونيكا في السرير وغطاها وهددها ان هو هيربطها لو حاولت تخرج. كلوديا ظهرت وبتشير لسيريل على ان هو اخوها الكبير. فيليكس شكرها على انقاذ مونيكا، لكن ردها الجامد ضايق سيريل لانها ردت عليه وقالت ان هي بترفض ان هي تهز ديلها زي الكلب على عكس اخوها. دوت ضايق سيريل اكتر. والولدين لما كانوا ماشيين كلوديا عايرته علشان قلقان على مونيكا قوي. بعدين قالت لمونيكا ان هي محظوظه ان هي نجت من السم وبتوصفها بالطفله الصغيره. وبعد ما وصفتها بالطفله الصغيره كم مره مونيكا طلبت منها ان هي تبطل. كلوديا قالت ان هي مش عاوزه مونيكا تشوفها كمنقذه، فمونيكا افترضت ان دوت علشان كلوديا بتكرهها، لكن كلوديا وضحت ان هي مش بتكرهها وفي نفس الوقت مش بتحبها برضه. فمونيكا استغربت ليه كلوديا كانت ماشيه وراها وكانت خايفه تكون عرفت حقيقتها. لكن كلوديا قربت منها وقالت ليها انت اغويتي خطيبي. فمونيكا اتخضت وكانت فاكره ان هي تقصد فيليكس. ولما كانت بتحاول تشرح جلين ونيل اقتحموا المكان. جلين سال اذا كانت كلوديا ومونيكا يعرفوا بعض، فكلوديا فجاه قالت ان هم اصحاب ونيل بيمدح طرق علاج كلوديا. ده خلاها تبتسم اخيرا وقالت فجاه ان هي خطيبه نيل. فنيل حاول يشرح ان دوت كان جواز مدبر وان هو مش حاسس ان هم مناسبين لبعض. ومع ذلك كلوديا سالت مونيكا اذا كانوا في نظرها زوج حلو ودعمت كلامها بنظره حاده بتطلب موافقه مونيكا. كيس اقتحمت المكان كانت مندهشه من المشهد. لما فيليكس افتكر مدى الدمار اللي كانت فيه مونيكا افتكر نفسه في الماضي وعبر عن ان هو كان صعب عليه يتقبل اللي حصل. سيريل بلغوا ان الجناه مستنيين علشان يتم استجوابهم، وايزابيل كمان عاوزه تتكلم مع كارولين. كارولين وصاحبتها كانوا قلقانين لكن حاولت تهدي نفسها ومؤمنه ان ابوها هيتصرف في كل حاجه ببساطه. لما فيليكس دخل كارولين كانت خايفه تبص في عينيه، لكن بالراحه رفعت راسها وشافته بيبتسم واعتقدت ان هو هيكون في صفها. وبعدين فيليكس طلب منها تشرح ليه حاولت تسمم مونيكا. فكارولين ادعت ان هي كانت مجرد بتعمل مقلب، وشرحت ان قطره العين ممكن يتم استخدامها كمنشط، لكن على حسب اللي سمعه سيريل من كلوديا ان قطره العين دي في المستوى دوت مخصصه لعمليات العين. فكارولين حاولت ان هي تقول ان هي ما كانتش تعرف وتوسلت لفيليكس ان هو يصدقها. بعدين فيليكس سالها اذا كانت عملت دوت علشان تحرج مونيكا، فكارولين بقت مش قادره تتكلم ومضطربه. بس لما ايزابيل دخلت كارولين حست ان ايزابيل على الاقل هتدعمها علشان المفروض ان هي بتكره مونيكا. وايزابيل اعتذرت بالنيابه عن عائله الكونت كيربيك وقدمت ليهم شاي واجاسا هي اللي جابته. وفجاه طلعت قنينه وادعت ان القنينه دي كويسه للجمال وحطت نقط في الشاي، ودوت ارعب كارولين. صحاب كارولين بصوا عليها وكانهم مستنيينها تاخد القياده. وكارولين اعتقدت ان ايزابيل اكيد بتهدد فقط، لكن لما اخذت رشفه كارولين بصقت كل حاجه بسرعه وقالت انه الشاي مسموم. عشان كده ايزابيل حطت نقط اكتر في كوباياتها وشربتها وبتثبت ان هو مجرد مشروب للجمال. بينما مونيكا كانت ادبها سيئه، ايزابيل سخرت من كارولين علشان اسوأ منها خاصه قدام الامير. ايزابيل قالت ان هي هتبلغ ابوها عن التسميم علشان الموضوع ليه علاقه بعيلتها، ودوت ممكن يوتر العلاقات بين عائلتي كيربيك ونور. جنود كيربيك كانوا الوحيدين اللي بيقدروا يصدوا غارات التنين اللي موجود في الشرق. وفيليكس استغرب اذا كانت نور هتقدر تصمد لحد ما توصل تعزيزات من العاصمه. ولما كارولين سمعت ده كله ارتعشت بعرق بارد، افعالها هتجيب الخراب على وطنها. ايزابيل طلبت منها ان هي تحذر كل اصحابها في السكن ان دوت اللي بيحصل لما حد بيعادي عائله الكونت كيربيك. الطلبه التانيين كانوا مذهولين ومش قادرين يتكلموا، وايزابيل ماشيه قالت ان هي عملت كده علشان تتاكد ان محدش تاني هيأذي مونيكا، عشان هي اقسمت قبل كده ان هي ترد المعروف للساحره الصامته. بعدين ايزابيل طلبت من اجاسا ترتب سرير زياده علشان يقدروا يعتنوا بمونيكا كويس، وعلشان كده مونيكا اتعالجت في اوضه ايزابيل لمده اسبوع. وبعد ما اتعافت مونيكا رجعت السطح تاني وشافت رين اللي كانت مستنياها طول الوقت دوت. مونيكا اعتذرت وشرحت اللي حصل، ورين استغربت ليه الساحره الصامته كانت هتموت بالسم، لكن حتى مونيكا ما كانش عندها اجابه للموضوع دوت. رين ادت مونيكا شويه جوابات وصلت وهي غايبه، فمونيكا قرأتهم وعرفت ان دوت خط لانا، وحطت الجوابات في الدرج بامان ومبسوطه قد ايه صاحبتها مهتمه بيها. بعدين خرجت مع كيسي ولانا المطعم. مونيكا اتفاجئت لما شافت كلوديا بتنضم ليهم. كلوديا ما ادتهاش اختيار غير ان هي تتقبل ان هم اصحاب، وعلقت ان هي كانت منقذه مونيكا. لما الاكل وصل مونيكا لاحظت ان هو طعمه حلو قوي
وكيسي بتاكل السمك المشوي بايديها. كلوديا علقت ان عامه الشعب بس اللي بياكلوا كده، لكن كيسي ردت وقالت ان الكل بياكل كده في المكان اللي هي جت منه. وبعدين سالت كلوديا هتتفرج على ايه في مهرجان المدرسه، وكلوديا بصت ببرود وقالت ان هي هتفضل في اوضتها لحد بدايه الحفل علشان نيل مشغول قوي وما شافتش اي سبب للمشاركه في المهرجان. انا فكرتهم ان مسرحيه المدرسه هي اهم حدث في اليوم، وهي المسؤوله عن الازياء، والسنه دي هيكون في العاب ناريه، وعزمت مونيكا وكيسي يتفرجوا معاها، وكانت بتتمنى ان هي تجذب اهتمام كلوديا، لكنها فضلت ان هي ما تروحش. وكيسي عرضت شويه تطريز كانت ناويه تتبرع بيه للبازار الخيري، ولما التانيين انبهروا بيه عرضت ان هي تعمل حاجه ليهم هم كمان. مونيكا ترددت وقالت ان كيسي بتعلمها ركوب الخيل، لكن كيسي اصرت ان ديت مجرد خدمه. وهم ماشيين سيريل نادى مونيكا وبيقول ان المجلس محتاج مساعده في نقل شويه مواد، ولما قال الخطط كلوديا وصفته بالاهمال. شافت ان نيل وبريدجيت هيشتغلوا مع بعض واتحركت علشان تقاطعهم، لكن سيريل وقفها. ولما مونيكا خاطبت سيريل باللورد اشلي، كلوديا عايرته بتقول ان هي خلاص بتكلم مونيكا باسمها الاول على عكس، يعني هو مجرد معرفه عاديه. وبعد معايرات كتير سيريل قال لمونيكا تناديه باسمه الاول، فهي عملت كده وهي متوتره وكانت بتلعب بصوابعها زي عادتها. وفي الوقت نفسه نيل كان بيدور على عشاء لما حس برد فعل مانا، وهناك شاف فيليكس بيقول لإليوت يوري التجار المكان وهو بيجهز الاستقبال. في مكان اخر سيريل بلغ مونيكا ان مصمم المسرح هيوصل قريب علشان يفحص المواد، لكن قبل ما يخلص كلامه كيسي جريت وقالت ان المصمم مشغول في خناقه مع فريق الدقه التاريخيه، علشان كده هي جت مكانه. وكيسي قررت ان هي تتولى العد وطلبت من مونيكا تراجع القايمه، واثناء العمل شويه الواح اتفكت وكانت هتدمر وتقتل كيسي، لكن مونيكا استخدمت سحر الرياح بسرعه علشان تنقذها. كيسي اتجمدت من الخوف ومونيكا وسيريل جريوا علشان يطمنوا عليها. سيريل طلب من مونيكا تاخدها للعياده وهو هينظف المكان، وهم ماشيين مونيكا قالت ان الحبال اللي ماسكه الالواح عليها قطعات سطحيه علشان تبان ان هي حادثه، وبالنظر للي حصل المره اللي فاتت مع التجار الناس اللي معاهم سلاح ممنوعين يدخلوا. دوت خلى مونيكا تستغرب اذا كانت كيسي قطعت الحبال بنفسها، فكيسي ضحكت واعترفت ان هي اللي عملت كده، وبعدين شرحت ان هي كانت بتستهدف مونيكا لانها بتكرهها، وحتى ان هي كرهتها من اول يوم اتقابلوا. مونيكا ما كانتش مصدقه دوت وحست ان دوت لازم يكون كذبه، فكرت ان كيسي لازم تكون بتخبي حاجه، لكن كيسي قالت لها ان هي مش بتخبي حاجه. كيسي اعترفت كمان ان هي رمت شاي مونيكا في حفله الشاي، لكن مونيكا كانت عارفه دوت اصلا علشان كيسي كانت الوحيده اللي شافتها وهي بتكتب اسمها تحت ابريق الشاي. وفجاه نيرو نط من الشباك وحذر مونيكا من ارتفاع مفاجئ في المانا في المخزن الغربي، فمونيكا ركزت وحست بطاقه نار بتلف في شكل حلزوني وعرفت ان دي تعويذه الشعله الحلزونيه. ولما كيسي سالتها ازاي عرفت، مونيكا سالتها اذا كانت ناويه تقتل الامير. في المخزن ميبل كانت بتحاول تقنع فيليكس ان هو يلعب دور الملك في المشهد الاخير من المسرحيه، وقالت كمان ان اليان عاوزاه يلعب الدور هو كمان. لما فيليكس سمع دوت اعتبره عرقله لواجبات مجلس الطلاب، علشان كده للاسف ميبل مشيت من غير ما تنجح. ويلدينو سال فيليكس اذا كان دوت قرار حكيم بالنظر لان اليان كانت واحده من خطيباته المحتملات، لكن الامير ما اهتمش بمستقبل مرتب ليه مسبقا، وبغض النظر كان لازم يبقى ملك حتى لو الناس وصفته بان هو دميه الدوق كلوكفور. ودوت كان نفس السبب اللي خلى كيسي ما تقدرش تسمح لفيليكس ان هو يبقى ملك، وقالت ان هو لو عمل كده الدوق كلوكفورد هيبدا حرب مع مملكه لاندور. لما كيس سمعت ان ساحر اتعامل مع هجوم تنين في كرايم دوت خلاها تحس بالغيره. مدينتها ما كانش عندها فلوس ولا جنود، علشان كده في تنين دمرها ودمر شعبها. حتى وقتها الدوله ما عملتش حاجه علشان تساعدهم، وبدلا من ذلك لاندور هي اللي جت ساعدتهم بالسر، وده السبب اللي خلى كيسي ما تقدرش تسامح الدوق كلوكفورد والامير الثاني. فمونيكا توسلت ليها توقف الشعله الحلزونيه، لكن كيسي قالت ان هي مش هتعمل كده ابدا حتى لو تعذبت. الدموع ملت عين مونيكا ان لو ما عملتش حاجه دلوقتي عمرها ما هتعرف تعيش مع نفسها، لكن تماسكت وبقت مصممه على ان هي تفي بدورها كساحره صامته وتحمي فيليكس. قالت لنيرو ان هي هتهاجم الاكاديميه علشان تفعل حاجز لويس، وقتها هو هيضطر ان هو يلاقي نقطه تفعيل. بعد ما اطلقت تعويذتها نيرو اكتشف بسرعه ان النقطه موجوده في جنينه قديمه، لكن كيسي اندفعت للامام بسلاحها وبقت رافضه ان هي تسمح ليهم يمشوا، لكن نيرو جردها من سلاحها بسرعه. وحتى مع دوت كيسي ادعت انه مفيش حاجه مونيكا هتقدر تعملها، لكن مونيكا ما استسلمتش. وهي في طريقها للجنينه كيسي لاحظت حاجه مشابهه في شكل مونيكا الجانبي. وكيسي كان عندها 3 اخوات كبار، الاول في تنين مرعب رماه من مكان عالي وموته في ساعتها، واخوها الثاني تنين احمر مزقه، والاخير اتحرق بانفاس ناريه من تنين احمر برضه. وهي بتبص على مونيكا قدرت تشوف تصميمها على القتال نفس التصميم اللي كان عند اخواتها زمان. مونيكا حددت نقطه تفعيل الحاجز وقررت ان هي تلغيها علشان تضيف تركيبه مضاده للشعله الحلزونيه. وبعدين افتكرت رين وهي بتقول انه الحاجز مليان بالفخاخ. في اللحظه دي نيرو انقذهم من احبال الشجيرات اللي طلعت فجاه. لما مونيكا بصت على النباتات اصرت ان الحاجز ما كانش ممكن يتعمل على ايد لويس لوحده، اكيد ساحره الاشواك ساعدته وخلتهم يكبروا بالسرعه دي. لما النباتات هاجمت مونيكا رفعت حاجز علشان تحمي نفسها. كيسي بقت مندهشه، ما كانش عندها فكره ان مونيكا موهوبه كده. والوقت طبعا بينفد، مونيكا اطلقت تعويذه اقوى وخلت بوابه فضيه تظهر وهي بتستدعي ملك الارواح. مع انها قدرت تعمل معظم التعويذ من غير تردد،
في شويه ترانيم ما كانش ينفع تتحذف من التعويذه، كان لازم تقول الكلمات دي علشان تستدعي الكائن دوت، وهي الكلمات اللي قالها رالف اول ملك وبطل في راديل لما قتل التنين الشرير، والكلمات دي بقت معروفه باسم الترانيم الطقسيه. وعلشان كده مونيكا استدعت ملك الارواح اللي استخدم الرياح في شفيلد علشان يقطع النباتات، وبعد كده جريت علشان تعيد كتابه التركيبه، لكن الوقت كان بينفد، وفي اخر لحظه اكملتها قبل ما الشعله الحلزونيه تنفجر بالكامل. كيسي ادركت ان هي ما قدرتش تشوف طبيعه مونيكا الحقيقيه، وطلبت من مونيكا تكرهها لانها كانت مجرد قاسيه حاولت تاخد حياه الملك المستقبلي. نيرو حس بمشاكل جايه بسرعه وجري وساب مونيكا تتعامل معاها. فجاه لويس ظهر في المشهد، وبعد ما حس ان في حاجه غلط في الحاجز بتاعه فهم ان الجاني امامه. لويس اتفاجئ لما شاف ان مونيكا الطاقه بتاعتها قليله، وبعدين بص لكيسي اللي قالت عن نفسها ان هي العدو الاحمق اللي حاول يغتال الامير فيليكس. وبعدين مونيكا شرحت ازاي استعارت الحاجز بتاعه علشان توقف الشعله الحلزونيه، وان هي مش بس استدعت ملك الارواح لكن هي اعادت كتابه التركيبه بتاعته في حوالي دقيقه واحده. ولما لويس سمع دوت قرر ان هي هتكون اول مشتبه بيه لو اي حد لعب في الحواجز بتاعته تاني. اما بالنسبه لكيسي خطط ان هو يستجوبها ويستخدم سحر التلاعب بالعقل لو رفضت تتكلم، ولويس حس ان هو هيكون الطف لو ما فاقتش ابدا علشان نتيجه محاوله اغتيال العائله الملكيه هي الاعدام. مونيكا بعدين سالت اذا كان بيدعم الامير الاول، فلويس اكد لها ذلك وقال ان الامير الاول ليونيل كان زميله في المدرسه، مع انه ما كانش عاوز ليونيل يبقى ملك، هو ببساطه بيدعم الامير الاول علشان ما كانش بيحب الدوق كلوكفورد ولا الامير فيليكس. مونيكا بعدين شرحت ان كيسي كانت من فصيل الامير الاول المرتبط ببلاندور، وعلشان الامير الاول من لاندور هيكون شكلها وحش لو انصاره حاولوا ياخدوا حياه الامير الثاني. لويس ما توقعش مونيكا تكون واعيه كده، لكن كانت عاوزه من لويس ان هو يعمل نفسه ما شافش حاجه، فرد عليها وقال ان لا الامير الاول ولا امه مهتمين بالعرش، لكن الانصار اللي بيحاولوا الاغتيال بتهور هم اللي لازم يتم تطهيرهم. ومع ذلك مونيكا اصرت ان هو لازم يحافظ على دوت سر، علشان كده لويس قرر ما يستخدمش سحر التلاعب بالعقل، بس لو كيسي اعترفت هيوديها لدير ومش هيسمح ليها ان هي تطأ قدمها في المجتمع تاني. مونيكا بدأت مبسوطه بدوت، ومع ذلك لويس فكرها ان هي واحده من الحكماء السبعه مونيكا افريت، وان مونيكا نورتون دوت مجرد تنكر مؤقت. وهو رايح يصلح الحاجز كيسي واجهت مونيكا وقالت لها ان هي مش هتعتذر ولا هتظهر امتنان خاصه بعد كله، وان هي العدو، وقالت كمان ان هي مش صاحبه مونيكا. لكن مونيكا بكت بشكل لا يوصف لانها الطف واحده بالحكماء السبعه. كيسي طلبت من مونيكا تكرهها او على الاقل تنساها، لكن مونيكا رفضت ودموعها استمرت في النزول. وكيسي بتتاخد اعتذرت علشان ما خدتش مونيكا تركب خيل ولا علمتها التطريز، ومونيكا اتفرجت بحزن وكيسي بتودعها. لويس نصحها تتحكم في مشاعرها بشكل افضل ومسح وشها بمنديل، وجاب المنديل دوت من مراته في عيد ميلاده، علشان كده طلب من مونيكا تغسله وتكويه قبل ما ترجعه. وفي الوقت نفسه ويلدي نو عرف فيليكس ان تم استدعاء ملك الارواح من شويه، ففيليكس توجه للجنينه اللي كان فيها الحاجز، وهو معتقد انه اذا كان تم تفعيله يبقى دوت فيه حاله طرأ. وهناك سمع لويس بيقول ان الساحره الصامته هي اللي استدعت ملك الارواح دوت. فيليكس كان عاوز يشوف السحر الجميل ويقابل الساحره الصامته، ما كانش مصدق ان هي كانت قريبه قوي طول الوقت. السيده افريت كانت شخص هو متحمس ليه من ساعه لما شافها وهي بتقتل قطيع من التنانين المرعبه من فتره. بعد 3 ايام ايزابيل حاولت تخرج من اوضتها لكن اجازها رفضت علشان كانت عيانه. ايزابيل كانت محبطه بعد ما اتحبست في السرير وما قدرتش تشوف مونيكا لمده 3 ايام، لكن اجاسا تجاهلت دوت وحطت ترمومتر في بقها وورتها ان لسه عندها شويه سخونيه، ونيمت ايزابيل في السرير وهي بتتوسل ان هي تتحرك. وبعدين لانا قربت من مونيكا اللي شكلها كئيب وهي ماشيه في الممرات، وذكرت ازاي المكان بقى موحش بعد ما كيسي مشيت وحست بالذنب ان هي ما قالتش حاجه قبل ما تمشي، وعشان كده لانا اقترحت ان هم يبعتوا لها جواب، لكن مونيكا كانت غرقانه في الحزن وما سمعتش كلامها. بعدين سالت مونيكا هتلبس ايه في الحفله اللي بعد المهرجان بتاع المدرسه، وشافت ان مونيكا ناويه تلبس الزي الرسمي بتاعها، فلانا عرضت ان هي تديها واحد من فساتينها. مونيكا حست بالذنب علشان مش قادره تعمل اي حاجه للانا في المقابل، لكن لانا اشارت ان الواحد مش محتاج سبب علشان يكون لطيف مع اصحابه. ولما مونيكا سمعت دوت روحها اتعدلت شويه، ومع ذلك اثناء دروس ركوب الخيل كانت متوتره قوي لدرجه ان هي وقعت اول ما بداوا. كانت عاوزه تكون كويسه في ركوب الخيل علشان تقدر توريه لكيسي في يوم من الايام. في الوقت دوت فيليكس قرب متفاجئ لما شافها هنا وعلمها ازاي تركب حصان صح وعدل وضعيتها ونظرتها. مونيكا حست ان هي زي الرقص في قاعه الاحتفالات، ان هي لازم تحافظ على ظهرها مستقيم لان دوت بيساعد كتير. فيليكس بعدين سالها ليه اختارت الشطرنج وركوب الخيل، فمونيكا جاوبت ان هي عندها صاحبه وعاوزه تقول لها ان هي تقدر تركب حصان. من ساعه ما جت الاكاديميه ناس كتير ساعدتها، ومونيكا استغربت وتساءلت ايه اللي ممكن تعمله علشان ترد لهم الجميل، وافتكرت كلام لانا وتساءلت اذا كان في يوم من الايام هتبقى قويه كفايه ان هي تقول حاجه زي دي لحد تاني برضه. بعد كده لعبت ماتش شطرنج مع اليوت اللي حس بالذنب علشان هو ما قالهاش على حركه التبييت اثناء الماتش اللي فات، وكان معتقد ان هو لعب بطريقه غير عادله، ومع ان هو ادعى ان دوت كان مخجل. مونيكا ما شافتش اي سبب علشان تتضايق، كل اللي كانت مهتمه بيه هو تعلم اللعبه. واثناء لعبهم اليوت افتكر ايامه الصغيره مع الامير فيليكس. فيليكس كان ضعيف قوي وما كانش بيقدر يستخدم سيف ولا بيرقص في قاعه الاحتفالات، وكان وحش في المذاكره برضه،
مع انه في يوم من الايام هيضطر ان هو يقود ناس تانية. على الناحيه الاخرى الخادم اللي علمه يركب حصان كان بيحمل في نفسه كرامه اكتر بكتير. وبعد فتره قصيره اليوت قال لفيليكس يبطل عياط على كتاب، لكن ما بطلش. علشان كده اليوت شاور الكتاب متعلق على شجره وساله اذا كان هيقدر يجيبه ولا هيروح يعيط للخادم بتاعه زي العاده. فيليكس وقتها تسلق علشان يجيب الكتاب، لكن للاسف وقع ونزف كتير. ابو اليوت ضربه وقال له يعتذر بحياته، لكن فيليكس وقفه وقال ان دي ما كانش غلط اليود، وخد اللوم وقال ان اليود بس كان بيحاول ينقذه. اليود غضب وواجه فيليكس بعدين وساله ليه غطى عليه، لكن فيليكس ادعى ان هو وقع بس علشان كان هو وحش في تسلق الاشجار، فعشان كده ما شافش اي سبب علشان يلوم اليود. وبعدين اليود قرر ان هو يعلمه ازاي يتسلق صح اول ما يبقى كويس، ودوت ساعد اليود يفهم ليه فيليكس دايما بيتدخل مع مونيكا. وفي الوقت نفسه بريدجيت بلغت سيريل ان الاستاذ عاوزه يرتب بيانات الحادثه اللي فاتت في اخر يوم. ولما سيريل شاف ان مونيكا رجعت قال لها تراجع المستندات اللي فايتاها، ومونيكا ما كانتش عارفه اذا كان عندها انيميا ولا لا، بس هي ما كانتش بتنام كويس، وافترضت ان دوت ممكن يكون بسبب ان المنى بتاعتها لسه ما استرجعتهاش كلها. نيل كان شايف بوضوح ان هي مش بخير وهي بتترنح وبتستند على ظهر سيريل من غير ما تاخد بالها، فاعتذرت بسرعه لما ادركت ذلك. لكن سيريل بشكل مفاجئ انحنى وعبر عن ندمه لعدم فحصه الحبال واللي كانت هتموت كيسي قبل كده، وده معناه ان الناس لموه بسبب دوت مع انه كان غلط كيسي. مونيكا وقعت على ركبتها وهي بتبكي بمراره وبتعتذر لانها ما قدرتش تقول لهم الحقيقه عن كيسي، ولمت نفسها لعدم اعترافها لما كيسي رمت الشاي بتاعها. يمكن ساعتها كانت هتستسلم عن محاوله اغتيال فيليكس. مونيكا نامت وكلوديا اتندهت علشان تساعد ترجعها لسكن البنات، فهي وضحت ان هي مش مجرد خدامه بتصلح كل حاجه، لكن لما نيل توسل ليها بوش كيوت وافقت بسرعه. في الوقت نفسه في المكان بتاعها الساحره اللي بتحرق النجوم اللي اسمها ماري هارفي ما قدرتش تشوف رؤيه واضحه عن العلامات اللي بتخص الامير فيليكس، يعني اللي هيحصل بعد كده حاجه محدش يقدر يتوقعها. بنروح لاكاديميه مينيرفا، وبارني شخص كان فاكر نفسه مميز بموهبته وكان مؤمن ان هو ممكن يشق طريقه في الدنيا دي رغم ان هو الابن الثاني، ومهما كلفه الامر كان هيحفر لنفسه مكان بين الحكماء السبعه. بعدين شاف شويه بلطجيه بيحاولوا يحشروا عنكبوت في زور مونيكا فمنعهم بسحر النار بتاعه. لما شاف ان هم بيتعدوا على الضعيف قال ان هم مش من نفس نوع النبلاء اللي هو منهم، وبما ان هو الاول في المهارات العلميه مفيش طريقه يقدروا يغلبوه بيها. وبعد ما هربوا مونيكا عرضت عليه الفلوس القليله اللي معاها، لكن بارني بينتمي لبيت النبلاء بتاع الكونت امبر فمستحيل ياخد فلوسها. لما اعتذرت علشان كانت عبء عليه صحح ليها ان هي المفروض تقول شكرا، وده خلاها تبتسم. بعدها بايام مونيكا جريت على بارني وبتطلب مساعده في واجب، مع انها كانت عبقريه في تركيبات السحر والرياضيات كانت كارثه بكل ما تعنيه الكلمه في الدراسات العامه. بارني كان بيهتم بيها من اليوم اللي انقذها فيه، فهي اعتمدت عليه. تاني يوم جت تشتكي من حصه السحر العلمي، كانت خايفه تتكلم قدام الناس، فبارني اقترح ان هي تستخدم الترانيم السريعه، وحتى لما قالت له ان دوت المحترفين بس اللي بيعملوه مش واحد زيها كان واثق ان هي هتقدر تفهمها في وقت قصير وتتعلمها. ودلوقتي في الحاضر مونيكا تم اختيارها جنب اليوت كواحد من ممثلي بطوله الشطرنج، ودوت شرف كبير ان هي يتم اختيارها، لكن ما عندهاش ذكريات سعيده من النوع دوت في الحاجات دي، لاننا بنرجع بالزمن سنتين لورا كانت بتنتمي لمعمل روزرفورد في معهد مينيرفا لتدريب السحره، وهناك البروفيسور جدعون قال لها تنضم لاجتماع اختيار الحكماء السبعه، فهي اتخضت تماما وراحت تستخبى ورا الستاير. بغض النظر روزرفورد خد مونيكا معاه حتى وهي لسه متغطيه بالستاره ورماها تقريبا في وسط الاجتماع بتاع اختيار الحكماء السبعه. وخلال المقابله مونيكا عملت غلطه فادحه لما اغمى عليها، لكن برضه تم اختيارها علشان تكون واحده من الحكماء السبعه. وكان في شخصين كانت عاوزه تحكي لهم كل حاجه عن الموضوع دوت، الاولى كانت امها بالتبني والتاني كان صاحبها الوحيد. مونيكا ما شافتش صاحبها من فتره وكانت بتتساءل اذا كان هيمدحها لما تقول له الاخبار الحلوه دي. في مكتب مجلس الطلاب قررت ان هي تاخد شغلها معاها السكن بتاعها وتعمله هناك، لكن مع بطوله الشطرنج اللي قربت سيريل قال لها تركز على الشطرنج فقط علشان ما تغذيش سمو الامير. فيليكس كشف عن ان هو شارك في البطوله السنه اللي فاتت والكل ساعده في شغل مجلس الطلاب، علشان كده هو كمان عاوز يساعدها. مونيكا واليوت اتقابلوا مع زميلهم الثالث في الفريق اللي اسمه بنيامين مورنينج الغريب الاطوار، اللي قاعد يرغي عن ان ازاي الشطرنج زي المزيكا، ووصف شطرنج اليوت بان هو في ايقاع زي المسيره العسكريه، في حين ان شطرنج مونيكا زي مقطوعه بتعزفها فرقه اوركسترا. بمعنى تاني كان بيحاول يقول ان مونيكا المفروض تبقى كابتن الفريق، لكن هي كانت خايفه قوي من الموضوع دوت وقالت ان هي لسه مبتدئه، لكن بنيامين قال ان احسن لاعب هو اللي المفروض يكون الكابتن، وما كانش بيكذب او متواضع، وراح مكمل كلامه بمقوله عيلته ان حتى لو كذبت على محصله ديون وحبيبك ما تكذبش ابدا على المزيكا او الشطرنج. اليود توقع ان هيكون صعب تغيير الترتيب دلوقتي فقرر ان هو يفضل كابتن الفريق، وشرح ان في توقعات كبيره للفريق. بعد كل دوت هم
نجحوا نجاح باهر السنه اللي فاتت. الفريق اللي فات كان مكون من فيليكس ونيل من مجلس الطلاب. نيل كان بيلعب عن طريق مهاجمه نقاط ضعف الخصم بلا رحمه، واسلوبه كان زي الارتجال. بنيامين بعد كده بيشرح ان الشطرنج فيليكس كان مشابه لشطرنج مونيكا، اسلوب لاعب بيستخدم كل انواع التكتيكات علشان يذبح الملك باي طريقه. مونيكا كانت بتفكر في مواجهه فيليكس لما لانا فجاه قاطعتها وبتسالها اذا كانت عاوزه تروح تتسوق، فمونيكا ردت وقالت هيكون صعب، وكلوديا افترضت ان دوت بسبب بطوله الشطرنج اللي في اليوم دوت. ولما لانا سمعت دوت كانت متشوقه ان هي تروح تشجع مونيكا، وذكرت كمان ان كلوديا كانت جزء من فريق السنه اللي فاتت. نيل طلب منها ان هي تلعب فوافقت، وبالنظر الى ان السنه اللي فاتت كان فوز ساحق، مونيكا افتكرت ان كلوديا لازم تكون شاطره قوي. وبالنسبه للفرق الثانيه كانوا الثلاث مدارس المرموقه الكبيره زي السنه اللي فاتت، واللي كانت بتضم الجامعه ومينيرفا. لما مونيكا سمعت كده شوكتها وقعت على الارض، ايديها كانت بترتعش وهي بتحاول تمسكها، وعقلها رجع بالزمن لبارني وبدات تعيط. لما شافوا ردة فعلها كلوديا خمنت ان هي لازم تكون عندها تاريخ وحش مع حد من المدارس دي. لانا بعد كده طلبت من مونيكا ان هي تيجي اوضتها في صباح يوم البطوله. نرجع تاني لمينيرفا. لما مونيكا كانت متحمسه تقول لبارني ان هي بقت واحده من الحكماء السبعه، لكنه حس ان هي بتستهزأ بيه او يمكن بتتهكم، ودلوقتي هو بيكون فاكر ان مونيكا كانت عارفه السحر غير الناطق طوال الوقت، مع انه هو خد وقت علشان يعلمها الترانيم السريعه. مونيكا حاولت تقول ان هي كانت قادره تدفع نفسها للامام فقط بسبب اللي هو علمه لها وان هو كان مهم ليها، لكنه قطعها وقال لها ان هو يا دوب بيعتبرها صديقه. بارني سالها اذا كانت بتحب تبص عليه من فوق، وبيقول لها يا انسه يا حكيمه سبعه. مونيكا انهارت في البكاء، لكنه كان بيقول لها ان هي مثيره للشفقه، وبيقول ان دوت غير لائق بواحده من الحكماء السبعه. وهو ماشي قال لها ان الافضل ليها ان هي تعزل نفسها في كوخ مهجور في الجبل. الذكريات دي لسه بتجيب الدموع لمونيكا وهي نايمه، ولما بتصحى رين كانت بتحييها وهي لابسه زي المدرسه. بعدها بفترة قصيرة نيرو ظهر هو كمان بالزي، لأن في ضوء العمل الإرهابي الأخير رين تم أمرها بالمساعدة في مهمة حماية مونيكا، وجابت مشهد من رواية البطلة فيه كانت بتتعرض لمضايقات بس بينقذها الراجل اللي بتحبه في السر. رين قالت لمونيكا إن هما هيعيدوا تمثيل المشهد، كان مثلث حب حار بينهم الثلاثة لو حصلت ليها أي مشكلة يعني، لكن مونيكا حذرت إن بزيهم دوت شكلهم اللي في نص العشرينيات هيجذب انتباه غير مرغوب فيه. بعد كده في أوضة لانا كانت بتحاول تلبس مونيكا كرسي ضيق. لانا بعد كده غيرت تسريحة شعر مونيكا وحطت مكياج في حالة وجود حد هي مش عاوزة تشوفه في البطولة. بعد كده لبستها نظارة غيرت شكل مونيكا تماما. في مكتب مجلس الطلاب اليود قال ان النظارة خلت مونيكا تبان زي طالبة في السنة الثانية في القسم الأعلى. بعدين شرحت ان هي لبستها فقط علشان دوت بيخليها تبان كويسة في الشطرنج. بعد كده راحوا يرحبوا بالضيوف من الجامعة ومينيرفا. مونيكا اتجمدت من الخوف لما شافت بارني جونز اللي قدم نفسه كممثل لمينيرفا، بينما فيليكس كان بيقدم ممثليه. مونيكا عملت اللي تقدر عليه علشان تحافظ على هدوءها وهي بتسلم على بارني. في الحمام ايديها كانت لسه بترتعش، كانت بتتمنى لو حافظت على قوامها مستقيم فان بارني مش هياخد باله هي مين. واثناء خروجها من الحمام مونيكا خبطت فيه على طول، حتى مع ان بارني كان طردها قبل كده كانت مبسوطه قوي ان هي اتكلمت معاه تاني دلوقتي. بعد كده طلب لحظه لانه لاحظ ان عندها نفس اسم واحده صاحبته القديمه، بس للاسف ما بقاش بيقول عليها كصديقه يعني. بعد كده سالها اذا كانت راحت اكاديميه سيرندي من فتره، وسالها بسرعه هي ليه مش بترد، فمونيكا حست بغضبه وحست ان هي لازم تعتذر وتطلب السماح. نيرو ورين بعد كده ظهروا علشان ينقذوها واعلنوا قالوا محدش يلمس مراتي. رين قالت ان مثلثات الحب انيقه في شكلها لكن المربعات مبالغ فيها شويه، يعني بتقول لبارني يمشي. مونيكا بقت متلخبطه من اللي هم متلابسينه، بس رين قالت وبكل فخر ان ازيائهم المحسنه ده التنكر المثالي. مونيكا كانت عاوزه تشكرهم لكن بدلا من ذلك توسلت من اعماق قلبها ان هم يرجعوا لشكل القطه والعصفور. فهل هنا كل التوتر بتاع القصه هيبدا؟ انا شايف ان بارني من النوع اللي هو عارف اللي هو الابن الثاني في بيت نبيل وعنده عقده نقص، حاسس ان هو محتاج يثبت نفسه، فمنطقي ان هو يحس بالغيره ناحيه مونيكا، لكنه زودها قوي وسبب لها صدمه نفسيه. اللي بيلعب قصاد مونيكا في البطوله بنشوفه بيعرق. رئيس الجامعه بيبقى مش مصدق ان هي لسه بادئه تلعب شطرنج من اسبوعين فقط، وروبرت اللي خسر دوت كان احسن لاعب عندهم، وبعدين عملت له كش ملك وخلاص كده. وفي العزومه اللي بعد الماتش اخذت مديح كتير الا من اليود اللي بقى عنده انطباع ان هي كانت بتتهاون في اللاعب قصاده طوال الوقت اللي فات. الحركات الجريئه واللي محدش بيتوقعها اللي هي لعبتها اكيد هتتسجل في تاريخ المدرسه. وبنيامين كالعاده عمل مجاملات موسيقيه غريبه وشبه الحركات بتاعتها بلحن جميل. روبرت فجاه صرخ باسمها وخلى الناس كلها تبص عليها وهو ماشي ناحيتها، فهي استخبت ورا اليود وروبرت نزل على ركبته وطلب ايديها للجواز بس بشرط الشطرنج. فبنيامين بدا يتكلم زي شكسبير، واللي قاله بالنص كان ان الحب زي اللحن اللي لازم يهز المشاعر بقوه، مفيش جمال في طلب الجواز دوت، ده كارثه موسيقيه. والكل تجاهلوا علشان يعرفوا ايه اللي روبرت بيطلبه بالضبط وايه المقصود بشرط الشطرنج دوت. والظاهر ان هو اتاثر بالطريقه اللي مونيكا لعبت بيها ودلوقتي نفسه ياخد منها اكتر من كده، بس هما بيروحوا مدارس مختلفه ومفيش حاجه تربطهم ببعض.
فلو اتخطبوا هيبقى عندهم سبب ان هم يتقابلوا في الاجازه ويلعبوا شطرنج براحتهم. اليوت انبهر بانانيه روبرت، وبنيامين ما لقاش اي موسيقى في الموضوع دوت. بس برضه روبرت هو الابن الخامس لبارون في مملكه لندر، وكمان مرشح لمنصب قائد فرقه عسكريه، وهو فخور ان هو عنده مستقبل مضمون وعيلته مش مديونه لحد، ووعدها بجواز من غير اي قلق. بس هي انكمشت بخوف زي ما اتعودنا منها وهربت وهي بتعتذر. فيليكس وسيريل منعوا روبرت من ان هو يجري وراها، وفيليكس اتحجج بان مونيكا جزء من مجلس الطلبه، فبالتالي روبرت لازم يتكلم معاها الاول. وسيريل قال ان التصرف دوت غير مقبول ومش هيتغاضى عنه، وسحبوه ومشيوا بيه. وهي بتاخد نفسها بالعافيه في الطرقه، فجاه لقت نفسها بتصد كرات ناريه جايه ناحيتها. بارني قال كنت متاكد ان انت اللي عملتي كده يا مونيكا، ومشي ناحيتها بالراحه وبغرور، وسالها ليه ساحره من الحكماء السبعه بتتصنع ان هي طالبه، وبيتساءل اذا كانت الاشاعه اللي بتقول ان هي قافله على نفسها في كوخ جبلي دي كذبه، ولا هي بس بتخفي هويتها الحقيقيه علشان تعيش حياه الطلبه من جديد. ودلوقتي هو بجد بيشكك في نواياها، وبيتهمها ان هي بتتبسط وهي محاطه بالرجاله وبتتصرف بدلع. فهي خافت وقالت كلام قليل علشان تنكر الكلام دوت، بس بعدين مسك شعرها وعايرها بان هي لسه مش عارفه تتكلم مع الناس كويس، ومع ذلك بتحاول تعمل نفسها على الموضه. وبعدين ادعى ان هي بتتصنع العجز علشان تستميل الامير الثاني زي الطفيلي، وناداها ببرود بالانانيه، وقال ان هي على طول بتفكر في نفسها وما عندهاش ذره تعاطف مع اي حاجه بتحصل لاي شخص تاني. ومونيكا عينيها دمعت وبتسال نفسها اذا كان دوت فعلا راي بارني فيها، وحاولت تقول لنفسها ما تعيطش، وهو قال لها ان واحده انانيه زيها محدش هيعبرها قريب. بدات تترعش وبتقول لنفسها ان هي عارفه كده محدش بيهتم بواحده زيها، بس برضه هي كانت مبسوطه علشان كده كانت عايزه بس تبقى صديقه يقدر يفتخر بيها. لانا اخيرا قطعت كلامهم وطلبت من بارني يشرح موقفه، فهو اتحجج بس ان هم اصحاب من زمان وده اللي خلاها تعيط، ونصح لانا ان هي ما تصاحبهاش، وقال ان هي بتتصنع ان هي ما تعرفش تعمل حاجه علشان تستغل الناس. لانا اتضايقت من الكلام دوت وردت عليه وقالت ان حكمه على الناس وحش قوي، ووصفت نظاراته الكبيره ديت بالغباء، وقالت ان هو يمكن لو غيرها يعرف يشوف الناس على حقيقتهم. الكلام دوت فاجئه، فحاول يستشهد بلاعب مونيكا الشاطر في الشطرنج من شويه كمثال على ان هي بتخفي قدراتها علشان تتودد للناس. لانا ما رضيتش تسكت على دوت، وهي عارفه الحقيقه ان هو بس غيران من مونيكا، فهو شهق بصوت مسموع وحاول يمسك نفسه وقال للانا ان هي هتعرف في يوم من الايام معنى كلامه، وقال ان الناس العاديين زي لانا ما ينفعش يتضايقوا لما الفرق بينهم وبين حد عبقري يكون كبير قوي. مونيكا اخيرا ردت عليه وقالت له ان هي مش هتسامحه على ان هو بيتكلم وحش مع صاحبتها، وخدت نفس عميق واعترفت ان هي على طول كانت بتعتمد عليه، وكانت بتامل انها في يوم من الايام تبقى شخص عظيم علشان هو كمان يقدر يعتمد عليها، وكانت عايزه تبقى الصديقه اللي في مستواها علشان يقدروا يضحكوا مع بعض كمتساويين. بس دلوقتي هتبطل تحاول تكسب اعجابه، وبتقول ان هي مش هتتوقع منه اي حاجه ثانيه ابدا. وهو اخيرا بدا يرتعش، والبنتين سابوه لوحده علشان يفكر مع نفسه. لانا مدحت مونيكا على ان هي قالت كل اللي جواها بالضبط. النهارده مونيكا حست بشجاعه شويه بسبب الكرسيه اللي هي لابساها خلاها واقفه باستقامه، وقدرت تمسك دموعها علشان ما تبوظش المكياج بتاعها، وده كله بفضل لانا. وبارني وهو ماشي بيبقى متضايق وحاول ينكر كلامها، وبيقول لنفسه ان هو قطع علاقته بمونيكا الاول، وانه حتى بعد ما اختاروها كواحده من الحكماء السبعه هو اللي كان بيرعاها لما كانت ما تعرفش تعمل حاجه، بس دلوقتي شايفها بتسند على حد تاني، وكان عاوزها تهتم بيه اكتر وتلاحظه اكتر وحتى تخاف منه، وهو مش هيتقبل دوت. وراح للاستاذ بيتمان وطلب ان هو يلعب اول ماتش في المره الجايه. لسوء الحظ مكراجان عرف ان هم خسروا من الجامعه 2-1، والفوز الوحيد كان من مونيكا طبعا. وبارني جه يشوف مكراجان اللي في الحقيقه ما كانش فاكر بارني مين اصلا، لحد ما افتكر بارني ان هو صاحب مونيكا المقرب. بارني تجاهل الكلام دوت، وكان كل اللي عاوزه ان مكراجان يمضي على تغيير قائمه المنافسين في البطوله. وبعد شويه كان لسه بيغلي ومش قادر يسامح مونيكا على ان هي بعدت عنه، وكان عاوز مونيكا تخاف منه للابد في الماضي وفي المستقبل. بس لحظه واحده بس، هو مش كميه الغيره ديت مبالغ فيها شويه؟ المهم فجاه وقف يسال الاستاذ بيتمان انت مين بالضبط، ومع ان الراجل دوت قال ان هو مدرس من مينيرفا، بارني قال انه قال قبل كده انه مش شاطر في الشطرنج ومفيش حاجه يقدر يعلمها ليهم. وبعدين سال عن التخصص بتاعه اللي هو بيشرحه. الراجل ما عرفش يرد، بس اكبر دليل كان ان بيتمان سال مين مكراجان من شويه، واي حد له علاقه بمينيرفا لازم يكون عارف سحر الماء ويليام مكراجان. بيتمان ابتسم بخبث وقال ان اولاد مينيرفا فعلا بيكونوا اذكياء قوي، وبدا الترانيم بتاعته. وبارني بسرعه حاول يرد بترنيمه من عنده وضرب ضربه متفجره، وقال ان بيتمان غبي علشان بيتحدى ساحر زيه في مبارزه سحريه. بس بيتمان كان باين عليه ان هو مش متاثر، وقال ان الضربه بتاعته مؤلمه زي وغزه ابره. بارني هجم تاني بس مفيش فايده، وبيتمان بصوت مشوه سال اذا كانت دي اول مره بارني يشوف فيها ساحر بيستخدم سحر تحويل التنين. بارني عمره ما سمع عن كده قبل كده، بس خمن ان دوت سحر تحكم في الجسد ممنوع من امبراطوريه سوارجول، ولو هم اتسللوا يبقى هدفهم الاكيد الامير فيليكس. بيتمان بسرعه مسك رقبه بارني وخنقه. في الوقت دوت مونيكا اقتحمت المكان، بس اتحطت في فقاعه مائيه علشان ما تصرخش، وبيتمان ما كانش مستعد لموهبه زي موهبتها، والفقاعه بدات تطلع نور، وفكر ان دوت مستحيل علشان ما حدش يقدر يعمل ترانيم وهو بيغرق. دلوقتي بارني
تكبر بس المره دي بالنيابه عن مونيكا، وقال ان الساحره الصامته الاسطوريه مش محتاجه تعمل ترانيم علشان تستعمل السحر. وهو بيتخنق وبيفقد وعيه اعترف لنفسه ان هو على طول كان عارف ان مونيكا عبقريه، وان هو مجرد شخص عادي عنده شويه موهبه ومش هيقدر يتفوق عليها ابدا، وضربه واحده منها كانت كافيه علشان توقع الشرير دوت مغمى عليه. وبعد ما بارني نجا من فك الموت، رينا كشفت ان هي السبب في ان مونيكا عرفت بعد ما سمعت الاتنين بيتكلموا من شويه. بارني فهم ان مونيكا موجوده هنا علشان تحمي الامير فيليكس. مونيكا كانت زعلانه شويه وبتقول له ان شكل حياتها المدرسيه المزيفه دي قربت تنتهي، وهتضطر ان هي تقول للمدرسه ليه قبضت على بيتمان وبعدين هتكشف عن هويتها الحقيقيه. بارني حك دماغه باحباط وقال رينا تتحول تاني لعصفوره، لانه عارف ان سيريل ونيل جايين يشوفوا ايه اللي حصل. سيريل طلب تفسير، وبارني قال ان في حد انتحل شخصيه يوجين بيتمان وهو كشف التنكر بتاعه وقضى عليه. مونيكا كانت مجرد متفرجه بريئه اتورطت في الموضوع دوت بالصدفه. ومونيكا بدات تتوجه الى المستوصف وبصت لبارني مش قادره تطلع كلام علشان تشكره، فقال لها ان هي ببساطه لازم تكون ممتنه ليه للابد. بطوله الشطرنج اتلغت في النهايه، وبنعرف من فيليكس ان المتسلل مش متعاون في التحقيق، وان الامن هيتم مراجعته وتشديده بعد الحادثه دي. مونيكا عارفه طول ما المتسلل ساكت وبارني بيغطي عليها ممكن تقدر تكمل حضور في الاكاديميه، وبتتساءل ليه حماها مع انه بيكرهها قوي.